مثلا يعني من 6 شهور لسنه. من 6 شهور لسنه. ايه ده مختلف تماما عن اللي احنا كنا عارفينه قبل كده. لا كلمني كابتن هاني رمزي. فالمهم عملت شير وكتبت وبتاع، فيبدو ان الموضوع وصل لهم. مارسيل كولر بيكلمك في التليفون، بيكلمني بيقول لي لو مش عندك مانع يعني انا عايز اتكلم معاك شويه. فطبعا الكلام ده كلام بلح فارغ، كلام فارغ. ده معلومه. اوف مش عارف اقول تفاصيل قوي، بس مش عايز اكبرها واقول عدم انضباط سلوكي، بس في فكه كده في اوضه اللبس في الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من بودكاست بالون دور. مبسوطين طبعا يعني ان احنا دايما موجودين معاكم، ونعتذر عن الغيبه الطويله شويه. النهارده كمان يعتبر فورمات جديد في كبودكاست بالون دور. يعني هنبدا ان شاء الله نستضيف اهم الشخصيات اللي موجوده في مجال الكوره عموما والاعلام، بحيث ان احنا يعني نسلط الضوء ونتناقش في مواضيع تهم الناس ان شاء الله باذن الله. يعني في سلسله انا بسميها يعني حوار مع صديقي المشجع. ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم، وتكون ان شاء الله بتقدم حاجه مفيده للناس والناس تستمتع بيها. يعني البودكاست ده طبعا بياتيكم برعايه تالنت اكاديمي، ان شاء الله اهم اكاديميه بتقدم كورسات في الوطن العربي خاصه بالاعلام الرياضي والتحليل والمذيعين وكل حاجه خاصه بالاعلام، وكمان برعايه A to Z ستوديوز. يعني بنشكرهم جدا جدا، يعني من اهم الاستوديوز الموجوده في مصر. ماركو ومحمد عزوز شباب مجتهده وبيقدموا حاجه محترمه، واي حد عايز يبدا بودكاست او يصور اي كونتنت له علاقه بالكوره او غيره هيلاقي المكان مريح جدا، وهم شباب مريحه في التعامل جدا. وان شاء الله باذن الله التعاون يعني يمتد لاطول فتره ممكنه ان شاء الله. انا النهارده بقدم الحلقه لوحدي. كمال طبعا بوجه له تحيه كبيره، مفتقده هو وعمر وبلال، وحبيت ان يشاركني في اول حلقه. يعني واحد من اهم الشخصيات والناس اللي موجوده في مجال الكوره بشكل عام والتحليل بشكل خاص والسكاوتنج، من اوائل الناس اللي بدات في المجال ده. والمجال ده بقى ناس كتيره بتحب تبقى موجوده فيه. كابتن عبد الحميد المحمودي، اهلا بيك كابتن. اهلا يا استاذ اشرف، ايه الاخبار؟ الحمد لله، مبسوط ان انت موجود معانا في اول حلقه. انا اكتر والله. وان شاء الله باذن الله تكون حلقه تسعد الناس وتكون حلقه لطيفه باذن الله. نحاول نقدم حاجه تليق بالناس ان شاء الله، ويا شكرا على التقديم الجميل ده طبعا. ان شاء الله. لا ده انت تستحق اكتر من كده بكتير والله. يعني خلونا نبدا مع كابتن عبد الحميد ونسال سؤال يمكن ناس كتيره حابه او بقت تسمع في الفتره الاخيره مفهوم كلمه محلل الاداء ومحلل الفيديو، السكاوت والسكاوتنج بشكل عام. عايزين نعرف معنى كلمه سكاوتنج ايه للراجل اللي ممكن بيتفرج علينا مش متابع قوي او مش عارف المصطلح ده قوي، بشكل بسيط للناس كده. طيب هو طبعا في فروق بين فكره محلل الاداء ومحلل الفيديو. السكاوت هو محلل الاداء، هو طبعا الراجل اللي بيقدم التفسيرات للمدير الفني وبيقدم التقارير، سواء تقارير للفريق سواء تقارير للخصوم سواء التقارير الفرديه. الراجل السكاوت ده هو الراجل اللي بيساهم في استقطاب او استخدام اللعيبه للفريق. يعني بيتابع اللعيبه لفترات من الوقت، بيتابع اللعيبه خارج الفريق لفترات من الوقت، علشان يبقى الغرض الاساسي استقطاب اللعيبه او توظيف اللعيبه زي ما الناس بتسميها يعني. فبيتابع، بيشوف اللعيب ده، بيتم قياس اللعيب، بيتابعه لفتره كافيه، لاوقات كافيه، لاوقات متفرقه، بحيث انه الراجل ده يبقى يشوف ان هو جدير بانه يكون موجود في الفريق ده ولا لا. يعني هل ده مثلا بالمعنى اللي احنا كنا متعارفين عليه زمان، الكشاف للعيبه؟ كشاف لعيبه بالظبط كده. بس الموضوع خد بعد يمكن يعني بعد قصه الموهبه، لان الموهبه ضروريه جدا في الموضوع ده. لازم يكون في بعد علمي شويه. يعني انا يعني برضو ممكن حد يسال سؤال، ايه اللي تم استحداثه في مجال ان انت تكتشف لعيب او انت تتابع لعيب معين ممكن ما حدش يعرفه خالص تبدا تتابعه؟ هل انت بتاخد فتره اطول مثلا من اللي كان بيحصل قبل كده؟ لو فاكر مثلا زمان في الاهلي كان في كشافين كتير، طبعا في الناس عارفاهم من زمان قوي، من بدايه عبده البقال ومدربين ولاعيبه قدامى. ايه المختلف عن السكاوت الحديث والكشاف بتاع زمان؟
والله بص، هو زمان كان يعني كنت انت بتروح تتفرج على اللعيب اه بموهبتك بالظبط. انت شايف اللعيب ده عنده، انت عينيك كويسه على اللعيبه، فانت مم. شايف اللعيب ده كويس، بيسمع المفروض ده ان في اللعيب لعيب ده، في النادي الفلاني، فبيروح يروح يتفرج يتفرج عليه. عليه مره يشوفه هو ويمشي. بيقيس الكواليتي الفني بتاعه بس، تمام. هو ما بيشوفش مثلا اللعيب ده الفيزيكال بتاعه عامل ازاي، اللعيب ده اجتماعيا عامل ازاي، اللعيب ده نفسيا عامل ازاي. لازم اه يتقاس من الاربع جوانب، مم. الجانب التكتيكي التقني، اه والجانب النفسي، والجانب الاجتماعي، والجانب البدني. لازم تمام. بيتقاس كده. ولازم بتتابعوا عدد ماتشات معين، ولازم الماتشات دي تكون في ظروف مختلفة، ولازم الماتشات دي مم. تكون في فترة زمنية مش قليلة. اما انا كنت لسه اسالك، يعني انت مثلا ممكن تحتاج فتره قد ايه في مثلا لعيب انت حسيت ان ممكن ده انت تتتبعه عشان تشوف هو في نادي مثلا طالب منك ديفندر مثلا من يعني؟ 6 شهور لسنة. من 6 شهور لسنه؟ اه ايه ده مختلف تماما عن اللي احنا كنا عارفينه قبل اه كده لا، يعني. من 6 شهور. انت لو عايز تدرس لعيب بشكل عاجل، ده ممكن يورطك في ريسك. اه لكن انت لو درست اللاعب من 6 شهور لسنة، لا ده في ناس بتقول يعني اكتر من سنة كمان بس لو دي اللعيب صغير شوية. مش عارف، انا حاسس ان دي ممكن خطه تبقى يعني خطه في الكوره اه بعيده المدى شويه، ان في انا مثلا الاهلي او الزمالك، او انا عايز لعيب فجاه، يعني فجاه تحصل اصابه فانا ما عايز هو ديفندر. السكاوتنج ما ينفعش يبقى تحت الطلب. انت لازم تبقى محدد قبليها بفتره كافيه انت عايز تعمل ايه، وعايز البروفايلات شكلها عامل ازاي، وفلسفه النادي في اختيار اللعيبه عامله ازاي. فدي بتروح لك للموضوع بتاع هو انا مم. هتابع اللعيب قد ايه. لا لازم تتابعه فتره كافيه. انت بتتابعه لازم. سيزون تقريبا، طبعا. في ماتشات جماهيريه لا وماتشات ضعيفه هقول لك وماتشات انه في انجلترا مثلا في مم. بعض الاحيان، لا هم بيوصوا من اللعيبه مثلا مم. اللي في سن ال 17 سنه واللي في السنين دي مم. تتابع اكتر من سنه. اكتر اه من سنه، اه سنه الى اه 2. لانه في الفتره السنيه دي فتره بيتغير التغيرات، شويه. فتره اه التغيرات بالظبط. اه في كل حاجه بقى، تغيرات فسيولوجيه، تغيرات نفسيه، تغيرات حتى على المستوى التقني والمستوى التكتيكي. بالظبط. في تغيرات. طيب انا يعني احنا ده بره، يعني هل الموضوع ده دخل مصر بالشكل اللي احنا بقينا نشوفه دلوقتي بقاله مثلا قد ايه؟ الناس بدأت تتوجه ان لازم يبقى في تيم، نسمع دايما ان كل نادي عايز تيم للسكاوتنج عنده. ده بقالنا مثلا قد ايه في مصر بقى في ناس في الأندية فاهمة ده؟ انا كنت يمكن من اوائل الناس اللي نادت بالقصه دي اه من بدري جدا. مم. لكن يعني ما فيش انديه، هي في انديه عملت النموذج ده، سواء انديه في الدوري او انديه في الانديه اللي هي الاستثماريه، مم. او اللي بتشتغل على الاستثمار. يمكن هي اكتر الانديه اللي تلاقيها اشتغلت في الموديل ده احسن من الانديه التانيه. وادي دجلة مثلا؟ ممكن دجله، ممكن زد، اه ممكن في اكتر من نادي، لكن مش يعني مش مم. كلهم الانديه الكبيره. الانديه الكبيره عملت نماذج ما كانتش هي النماذج اللي المفروض تتعمل. ما اه كانت معموله بس، مش عايز اقول الاستهلاك، بس كانت مم. معموله بس لفكره واجهة ان انا لازم يبقى انا عندي عايز لازم سكاوتنج، يبقى عندي صح؟ تيم سكاوت. اه لكن كان فيها ناس، كان في من ضمن التجربه ناس اكيد كويس. كان التجربه بتاعت الاهلي مثلا ممكن يكون فيها حد كويس واحد. مم. التجربه بتاعت الزمالك كان فيها داوود، داوود طبعا من الناس اه محمد الشاطره. داوود اه. في تجارب، بس التجربه لازم تكون تجربه كامله، تجربه قياسيه كامله عشان تعرف تشتغل عليها، ويبقى في حاجه سيستم ماشي. ما ينفعش يبقى في حاجه فرديه بتحصل. ما هو ده كان هينقلني للسؤال اللي جاي. هل يعني لو مثلا سمينا أندية الدوري الممتاز، امم هل كل أندية الدوري الممتاز عندها القسم الخاص بالسكاوتنج ولا لا؟ لا مش كل الانديه طبعا. وحتى يعني في ناس عملت القصه دي، يعني مثلا المحله مؤخرا عمل برضو اه انا التيم ده. لكن يعني انت عشان تبقى عامل تيم سكاوتنج هو له معايير وله مم. حاجات وله وقت انا ما وله ناس بتكلمش على الانديه كتير. اللي هي مثلا بتبقى صعبه، لا انا بتكلم انديه مثلا اللي بقى لها 7 طيب 8 سنين في الدوري مثلا ما ما نزلتش. تيجي نستعرض كده. آه الاهلي الاهلي والزمالك حل والاسماعيلي. حل التيم بتاعه. اه اوكي. الزمالك حل التيم بتاعه. اه بيراميدز يقال ان هو عندهم، بس ده مش معلن، انا ما اعرفش بصراحه. اه يعني انا ما بشوفهمش بس هم اختياراتهم في الناس اللي تحت، في القطاعات اللي تحت، مم. قطاعات كويسه يعني. عندهم اختيارات تحت كويسه. تمام. بس هو انت مش بس تحت، هو انت لازم برضه تشوف الفريق الاول دنيته ايه. لازم يكون اه عندك فلسفه ثابته. اه الفريق نفسه لازم يكون له فلسفه. فريق لازم يكون له تمام. فلسفه في اختيار اللعيبه. يعني انت فمفيش ممكن فريق مفيش فريق في مصر عنده تقريبا فلسفه في اختيار اللعيبه غير الانديه. يا الانديه اللي معتمده بشكل اساسي وكبير على القطاع،
زي دجله مثلا، زي ما بقول لك زد. لا، اول الانديه اللي عامله السيستم ده، وانا في رايي انا ان مفيش نادي عامل السيستم ده بشكل كامل. يعني بشكل الكامل المتعارف عليه بره لا. مفيش نادي في مصر عامل لا ده. لا لا. حتى الانديه اللي بتجتهد انها تعمل الموضوع ده بتعمل نموذج عاملاه بنسبه مثلا 70-80%. بتحاول تمصر النموذج، بتحاول تعمل نموذج شبه اللي هي المفروض تعمله. والامثله اللي قلتها زد ودجله اقرب حاجه يعني. ده معلومه يعني، خلي بالك معلومه خطيره. السكاوتنج تيم ده هو التيم او القصه التقنيه بالكامل، سواء محللين اداء، محللين بيانات، سكاوتنج، كل مديرين الاعراض. بقى في مصطلحات كتيره ممكن الناس تتلخبط ما بينها شويه. كل الكلام ده بيخش تحت قصه القسم التقني. هو في كام نادي في مصر عنده قسم تقني؟ انا يعني حتى ممكن نقول لو انبي، بس انبي عندهم محللين اداء بس، ما عندهمش مثلا قسم تقني كامل. تمام. عندهم محللين اداء وبيانات، مفيش سكاوتنج. فهو القسم التقني مش كامل. القسم التقني في اوروبا بيبقى شامل كل شيء، كل حاجه موجوده. في تكنيكال دايركتور تحت المدير الرياضي، صح. في تكنيكال دايركتور زي ما بنسمع بره، تحتيه مجموعه من الناس اللي هم الخبراء في الفرقه بقى، بتاعت خبراء في النادي، بتوع تحليل الاداء، بتوع السكاوتنج. وتيم التيم فروم سكراتش بيبقى ممكن يبقى من 8 ل 10 في اول حاجه، بيزيد مع الوقت. لو انت فرقه مثلا الموضوع بتاعها بيكبر، او فرقه مثلا بتستقطب لعيبه كتير من بره، تمام، فممكن توصل ل 25 و30 و50 و100 عادي جدا. ده مش حاصل طبعا. لا مش حاصل طبعا. طيب ما عندناش 8 حتى. هسألك سؤال. انت يعني امتى بدأت؟ انت اللي انا عارفه ان انت اصلا محامي في الاساس. ايه اللي دخلك؟ احنا في كتير قوي او معظم الشعب بيحب الكوره ونفسه يشتغل في الكوره. ايه او امتى وايه بالظبط اللي خلاك تخش المجال ده وبالذات ده؟ يعني حتى مش مثلا دخلت كمدرب او حبيت تمشي في المسار ده، انت دخلت في قصه ممكن مش موجوده في مصر قوي. هقول لك. انا زمان وانا طفل صغير كان عندي اهتمام بفكره انه بكتب في كل البطولات اللي بتحصل، بطوله دوري، بطوله كاس، بطولات كاس عالم، بطولات المجمعه. ده بالنسبه لي كان بيبقى فرح. البومات، وبجيب بعمل جداول كده وبقعد اسجل الحاجات اللي بتحصل، لان زمان ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه حاجات من دي. انا طبعا مواليد يعني انا النهارده انا داخل في 40 سنه ما شاء الله. فالكلام ده قديم. ما كانش فيه بقى انترنت والكلام ده، كان كل معلوماتك جايبها من الجرايد، من كلام المعلقين، صح، من حاجات كده بتشوفها بالصدفه. فكان السهره الرياضيه، اجتهاد حاجات بالليل بتاع الكابتن مدحت حماده امام وكده. وانا كنت مقيم قدام التلفزيون وانا صغير، كان ده شغفي يعني. فبدات القصه من هنا، بدات اكتب، بدات ادون، بدا يخش الانترنت بقى بعد كده بكتير. بدات احاول ان انا طبعا من الناس اللي كان برغم ان والدي يعني ما كانش بيهودني على الحاجات الجديده قوي، بس اول ما قلت له كنت داخل بعد ما خلصت، كنت في ثالثه ثانوي وداخل الكليه، قلت له انا عايز كمبيوتر عشان انا عايز اعمل 1 2 3. جابه لي وقال لي استخدمه في الحاجات اللي تنفع والكلام اللي انت عارفه. طبعا هو الله يرحمه كان بيحب يعني. فالمهم بدات ان انا اعمل الكلام ده. وصل الموضوع فيما بعد لانه خلاص بقى يعني شغف الواحد بيزيد بالكوره بالتفاصيل دي. فيما بعد لما خلاص انا اتخرجت واشتغلت فبدا اللي حواليا يلفتوا نظري، انت في عندك حاجه مختلفه في الكوره، انت بتشتغل بشكل انت بتقول حاجات ما يعني مفيش ناس كتير بتقولها ومحللين بيقولوها ومش عارف. ماشي، حطيت الموضوع في دماغي، ولكن هو مفيش فرصه. وانا شغال محامي مثلا، وكنت شغال بقالي بتاع 11 سنه محامي، ومفيش في دماغي حاجه خالص. بدات اكتب عن الحاجات اللي على الفيسبوك بتاعت بدات اعمل تقرير سكاوتنج اللي كنت بكتبها، التقرير البسيطه دي بتاعت الفيسبوك. انا عايز اقول حاجه، انا عبد الحميد قبل ما نتقابل عامل له فولو من فتره طويله. كنت بستغرب جدا ان في حد بيتابع لعيبه من في الدوري بتاع اوروجواي. الدوري مش دوريات عمر ما حد فينا في المنطقه العربيه بيتفرج عليها اصلا. ويعني كميه لعيبه كابتن عبد الحميد كان متكلم عليهم قبل ما يطلعوا، يعني على سبيل المثال هالاند، فيدال، كفارا، كتير لعيبه كتير قوي وهم في مكانهم وهم في الدوري بتاعهم. بتجيب اللعيبه دي منين؟ بتشوفها ازاي في الوقت ده؟ دي كانت اصعب حاجه في الموضوع بقى. انت عشان تجيب ماتيريال للعيب، هي دي الفتره اللي انت بتتكلم عليها اصلا دلوقتي. دي كانت من 2017. عشان تجيب ماتيريال للعيب ده شيء صعب قوي. لانها
دوريات مش اولا مش حاجات متشافة خالص. مش موجوده، اه ولو موجوده تبقى موجوده على قنوات اوروبيه، هي مش موجوده عندي. وايش عرفك ان النادي ده فيه اللعيب اللي انت ممكن تشوفه؟ انا كنت بعمل ايه بقى؟ انا بقى في فترات عندي في السنه مم. بعمل فيها سكان للدوريات كلها، الدوريات كلها. يعني بقعد مثلا اعمل شهر في السنه اه بعمل فيه سكان للعيبه الوندر كيد، اللي هم الفئه بتاعت اللي اقل من 22 سنه 23 سنه. مم. اعمل مسح لابرز المواهب اللي طلعت والابرز الناس اللي طالعه، يعني بحث يعني انت في كامل. الفتره بتاعت 2017 بدات بقى انا انا عايز عندي اركز في ده. انا عايز اقول لك انا عندي تحت السرير بتاعي حاجات كده ورق، والله العظيم عندي ورق كتير جدا، كنت بعمل لهم جداول. جداول بكتب اللعيبه، بعمل جداول فاضيه واكتب النقط اللي انا عايز اشتغل عليها واللي انا ادونها. وبكتب انا بسيب اسم اللعيب فاضي، وبكتب انا اسم اللعيب والنادي وبتاعه. جداول كامله. فبعمل فيه شهر في السنه انا بعمل فيه سكان للعيبه، غالبا بيبقى الشهر بتاع اللي هو بين المواسم اللي احنا بنكرهه بتوع الكوره. اللي احنا ما بنحبوش. ابقى انا قاعد في الشهر ده كل مهمتي، وبيبقى مصادف عندنا في المحاماه بيبقى صادف ان هو بكنسل مفيش فيه شغل. الاجازه بتاعت القضاء وكده. فبقعد بقى بطلع اللعيبه اللي هي الصغيره، اللعيبه اللي متوقع لها، بجمع اخبار عن اللعيبه، بشوف اللعيبه اللي هو اللعيب ده ايه، هو الموهبه دي اللي طالعه دي، الموهبه دي عامله ازاي. ابدا بقى ابدا اصنف اللعيبه، ابدا اتفرج. وكل ده شغف بس. بس امتى بقى اتنقل ده انا قلت انا خلاص انا عايز ابقى موجود في الليله دي؟ انا عايز ابقى موجود في الليله دي جت بالصدفه. انا كنت عامل حاجه عن بطوله المحليين. هي طبعا كان طلعت في راديو كذا مره بسبب الموضوع ده، وبسبب ان انا كنت بشتغل برضه في قسم الانتقالات، بغطي الانتقالات بالكامل وبكتب الانتقالات بالكامل عندي على الصفحه. على الفيسبوك. كل ده الفيسبوك بتاعي اتشهر شويه. بدات طلعت مثلا 3-4 مرات في راديوهات بسيطه كده. فجت في مره كنت بطوله المحليين كانت اشتغلت، وكانت هي تقريبا كانت وقتها في الجزائر. فبطوله المحليين دي كان فيها لعيبه كويسه، كنت انا متابعها طبعا. فكلمني حد من اعداد هاني حتحوت وقال لي انت انا ايامها كنت انا عامل عمليه، يعني انا الايام بتاعت بطوله المحليين دي انا كنت عامل عمليه وقاعد في البيت. كنت 10 ايام بعد العمليه، وحوالي بعدها حوالي اسبوعين نقاهه، فانا قاعد في البيت، انا كده قاعد في البيت. فهم بيكلموني وانا في الوقت ده كنت عامل عمليه بقالي اسبوع مثلا، او كنت يا دوبك لسه يعني يا دوبك لسه من اثار العمليه يعني. فانت متابع بطوله المحليين يا جماعه؟ ايوه. طيب بتابع بطوله المحليين طبعا. طب احنا عايزين نتكلم عن لعيبه و5 لعيبه وجهزهم، وهتطلع معانا ايه في البرنامج. حتى انا فاكر ان هم يعني انا مش فاكر هم اللي طلبوا ان انا اطلع زوم ولا انا اللي طلبت عشان عمليه، بس انا كده ما كنتش اقدر اروح الاستوديو يعني. يعني ده اول ظهور تلفزيوني معروف نوعا ما، ظهور تلفزيوني قوي ليا كان مع هاني. وسبحان الله الحلقه دي عملت صدى كبير جدا. الحلقه دي كانت السبب في من بعدها انا خلاص انا هبقى هنا. من بعدها انا قررت ان انا يا جماعه لا الموضوع ده نحاول ان احنا ناخد فيه خطوات احسن من كده. لحد ما يعني انا بعديها بدا انا قبليها طبعا كان صفحه تالنت سكاوت، ما اعرفش انت عارفها ولا لا. كانت تقريبا كانت اول صفحه عن المواهب في على تالنت اكاديمي. بس اي تالنت اكاديمي كانت تالنت سكاوت. فاحنا كنا بنحط فيها الحاجات اللي انا كنت بنشرها عندي، والشباب كانوا بينشروها، كنا بنحطها في البيج. دي اتشهرت جدا، بيكلمونا بقى وكلاء وناس من الوطن العربي كله ومش عارف ايه. طبعا انت عندك حصيله لعيبه كبيره، وبنتكلم عن اللعيبه ما حدش بيتكلم عنها. بالظبط. فبدانا الشهره بدات تيجي من هنا. فبعديها في الكورونا ممكن خدنا خطوه كده ان احنا اشتركنا فتره في وكاله لعيبه، لكن كان طبعا سوق الكورونا كان سوق صعب جدا، فما قدرناش ان احنا نمشي فيه بشكل كويس. الى ان عشان اختصر عليك لان طولت في القصه دي، الى ان في فتره من الفترات بعد ما طلعت بقى في التلفزيون وبتاع، جالي اوفر شغل في مكان. انا كنت رايح اعمل تريننج على حاجه اسمها متريكا، تول بتاع تحليل فيديو. تول تحليل فيديو. فرايح موجود في مكان هو اللي بيعمل يعني انا سالت ووصلت، فعملت هناك ده وخلصت. كانوا 3 ايام او 4 ايام، فخلصت. فالتريننج ده بيتعمل فور فري يعني. وعشان انت فيما بعد انت راجل محلل فيديو مثلا، فانت فيما بعد ممكن تجيب التول دي تشتغل بيها بالظبط كده. فلقيت اللي كان هناك، واللي هو كان بقى زميلي في الشغل بعد كده، اسمه فايد الله يمسيه بالخير يعني. تمام. قال لي السي او بتاعنا يعني كان عايز يقعد معاك شويه. قلت له ماشي اوكي. فرحت قعدت معاه
والله احنا عارفينك كويس، واحنا عارفين ان انت تقدر تضيف لنا حاجات هنا، فاحنا عايزينك تشتغل معانا. فاحنا مشروعنا 1 2 3 وهتعمل 1 2 3، وشرح لي الموضوع بالتفصيل. طبعا انا في الحاله دي انا قاعد عندنا، انت عارف ان انا من المنصوره، فانا قاعد في المنصوره والشغل في القاهره. الموضوع قلت له والله صعب. انا يعني انا ده هيغير لي كل الدنيا، يعني طب انا هاجي اقعد هنا في القاهره. لازم تيجي القاهره بقى. قال لي القاهره مفيش المعز. مشكله، وهنقعد والمشروع بتاعنا والدنيا رايحه، و1 2 3 4. بدات شغل في شهر 1 في تقريبا في 4/1 2023. تمام. 2023. 2023 لا 2024. تمام. ده يعني ده اول شغل 2024 كمهنه بقى انا كشغل في الكوره بالظبط في المجال. عايز اقول لك انه قبليها بشويه جالي طبعا، انا طبعا كنت في السكاوتنج خلاص بدات اتعرف، فجم يكونوا تيم السكاوتنج في الاهلي. انا لسه هقول لك ازاي، انا كنت هقول لك هل دي الخطوه بتاعت الاهلي انت؟ ما انا فوتها لاني ما اشتغلتش. اللي هي كواليس لسه هنتكلم فيها. تيم سكاوتنج في الاهلي، وتعالى حد كلمني. مين اللي كلمني؟ ينفع ولا لا حد كلمني، لا حد ما مش معروف. ماشي. كلمني علشان قال لي في عندك انترفيو في الاهلي يوم كان تقريبا يوم حد او يوم الاثنين الساعه 11 الصبح. وانت انا كنت لسه في بتتكلم معاه وانت راجل اهلاوي مشجع الاهلي. لما جات لك مكالمه ان انت يعني هتشتغل في الاهلي، يعني كان احساسك ايه؟ لا هي اصلا مجرد انت تعمل انترفيو في الاهلي دي قصه كبيره قوي. انا راجل لسه ما عملتش اي حاجه. انا ما دخلتش المجال. انا بتكلم كمشجع. انا لما احس ان انا هشتغل في المكان اللي انا راجل النادي اللي انا بحبه، كل خبراتي ان انا راجل مثلا راجل عيني كويسه ومعايا شويه دورات في السكاوتنج وفي تحليل الفيديو مثلا، حاجات بسيطه خالص. برشلونه انوفيشن هاب واكتر من مكان. لا كان يعني كان لسه انوفيشن ما خدتهاش. انوفيشن ده انا خدتها لما رحت الشركه. تمام. فانا عندي شويه حاجات بسيطه في السكاوتنج، وراجل بيقولوا ان انا موهوب في الموضوع ده. فلما الاهلي يكلمك عشان تبقى موجود ده حاجه كبيره. انا عندي حته كده. بص انا عندي حته كده، انا معتز بنفسي شويه يعني. انا مش شايف نفسي، بس انا معتز باللي ربنا اداهولي يعني. فرحت كان فرع الشيخ زايد. رحت وقعدت انتظر. انا دايما لما بيكون عندي ميعاد من المواعيد دي بروح بدري جدا. انا افتكر ان انا كان ميعادي 11، انا واصل يوم الساعه يمكن 10 الا ربع. 10 الا ربع. طبعا هم كانوا مبلغين على الباب ان انا ادخل وبتاع. فدخلت قعدت، فتقريبا ما اعرفش كان عندهم اجتماع او حاجه، فحصل تاخير. فانا اتوترت، انا ما بحبش حد يتاخر عليا. فتوترت جدا وداخل يعني لما استدعوني بقى انا داخل مثلا اعمل مقابله الساعه 3. فانا داخل انا داخل خلاص، انا اوت اوف مود بقى يعني. خلاص ان انت جاي من 10 الا ربع كمان، انت معادني وقت كبير قوي. فدخلت عملت المقابله، ويعني مش هينفع اقول طبعا، يعني مش هينفع اقول تفاصيل قوي، بس مش هينفع تقول مع مين؟ لا عادي. كان مهندس سعد القيعي وكان امير توفيق. كانوا الاثنين. خلصت. ده كان تبع شركه الكوره. شركه الكوره. باشمهندس عدلي كان شركه الكوره. توفيق ده شركه الكوره، وكان المدير التنفيذي اللي هو امير. فالمهم خلاص قعدت مثلا حاجات بقى وهنتعاون ازاي، فشرحت كل حاجه. بس كان باين علي ان انا متنرفز، بس يعني انا ما صدرش مني حاجه يعني، بس كان باين علي ان انا متوتر. متوتر لان انا مش بحب الانتظار ابدا يعني. فخلاص خلصت والدنيا تمام. والكابتن باشمهندس عادل يتكلم معايا في الاخر كلام كويس، وقال لي انت باين عليك ولد كويس وانت زي ابني ومش عارف ايه. طبعا. فمشيت. انا بالنسبه لي انا كده حققت حاجه من اللي انا عايزها، ان انا عملت انترفيو في الاهلي، حاجه كبيره قوي. صح، والشهاده مهمه يعني. ونسيت عادل القيعي برضو يعني. انا طلبوا مني حاجه زي ميشن يعني، ابعتها للكابتن امير وابعت له الشهادات بتاعتي. فعملت كده، والميشن عملته تاني يوم بعته. خلاص انا نسيت بقى. انا رحت عملت انترفيو خلاص. بس انا بالنسبه لي خلاص كده. فبعديها باسبوع او ب6 ايام 5 ايام بالظبط، يوم الاحد الصبح تعددوا. انا كنت 3 ايام مثلا. كان اول 3 ايام في الاسبوع انا كنت مأجز من الشغل، كنت واخد اجازه. عايزه كنت عدى عليها اسبوع صعب. فكنت عايز يعني اريح شويه. كنت مطحون في شغل، فكنت عايز اريح شويه. وانا بالنسبه لي كان الوقت ده عادي، ممكن اخد اجازه واقعد. كان في شهر 3 تقريبا. فقعدت مستني التليفون بقى عادي. لا كنت نايم الصبح بدري. كان الساعه 8 ما اعرفش، جالي تليفون ما ردتش. فجالي تليفون بعديها الساعه 11 وشويه.
فببص، فانا من ايام الوكاله انا معايا ارقام كتير جدا لكباتن لعيبه اكيد والمدربين. طبعا بحكم اللي انت فلقيت عملته انه اللي اوريدي. بيكلمني كابتن هاني رمزي، اه واسمه مسجل عندي. مم. السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ هو بيقول لي ازيك يا كابتن، قلت له الحمد لله. قال لي معاك هاني رمزي. قلت له ازيك يا كابتن، ايه الاخبار؟ تمام يا عبد الحميد، وشغلك جميل والحاجات كويسه. طيب انت معانا؟ ده تمام يا كابتن. كده اول تكليف من الاهلي. تكليف، انت معانا؟ قلت له طيب يا كابتن مفيش مشكله، شوف انا مطلوب مني ايه اعمله وانا اعمله. قال لي هنتقابل الاول عشان ننظم الشغل وماشي خلاص. شوف يا كابتن امتى؟ قال لي يوم الاحد الجاي، بس كلمني قبلها بيوم. فالمهم يعني ما حصلش بيني وبينه تواصل. حاولت اتواصل معاه كتير جدا، ما عرفتش. اوف. كان اياميها، كان قبلها بيومين هي دي الفترة 3. اللي هم سافروا وجابوا شوف فاكر انت ماتش لعيبة. الاهلي بتاع الخمسة بتاع سان طبعا داونز؟ طبعا. كان في الايام دي. فخلصت اكلمه شهر مفيش. 4 اول شهر 4. كلمت كابتن امير توفيق، انا حصل كذا كذا. طيب انا هكلمه. اوكي. كلمت باشمهندس عدلي، طيب انا هكلمه. فباشمهندس عدلي اللي كلمه بصراحه، او كلمني تاني، قال لي طيب هو معلش انت يعني مش تبقى موجود، بس انت ممكن يعني تبقى موجود. ما هو حب يجملها يعني باشمهندس عدلي، يعني موجود معاهم كفريلانس وبتاع. ثانيه واحده. يعني انت كابتن هاني رمزي هو اللي كلمك قبلها باسبوع؟ عبد الحميد انت الشغل بتاعك تمام اللي شفناه، وانت معانا يوم الاحد قبلها بيوم كلمني. ايه اللي حصل في ال5 ايام بعد المكالمه دي وهو الراجل نفسه كلمه؟ هل مثلا شافوا ان هم اختاروا ناس كفايه؟ مش عارف، انا ما اعرفش الكواليس بصراحه. هل استبعدوني السبب؟ والله انا ما لا امتلك السبب. يعني انت ما عندكش الاسباب اللي خليتها يعني؟ لا، حتى انا فاكر ان انا كلمت باشمهندس عادل، قلت له يا كابتن انا عامل انترفيو في مكان كبير وفي النادي الاهلي، فالمفترض ان انت لما تقول لي ان انت معانا، ان انا اكسبتد، انت حتى مش بيقول لك ان انت في القائمه في الفاينل ليست مثلا، ولا كلمتني تديني عذر ان انا مش موجود. يا اما قلت لي انت معايا فابدا شغل، فانت ما قلتليش لا دي ولا دي. فالراجل اتعامل معاه بشكل كويس، قال لي لا الكلام ده ما يحصلش وما ينفعش يحصل وانا هتصرف. فبالفعل هو كلمني تاني وقال لي انت كذا 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 ومعاهم كذا 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 يا ابني، ومع يعني الدنيا وان شاء الله يبقى في ليك فرصه معاهم بعد كده يعني لا خلاص يعني الموضوع بس قال لي انت ممكن انت معاهم بس كفريلانس. طبعا كفريلانس دي انا ما زي ما بقول لك انا يعني انا معتذر بنفسي شويه. فاهم ما اشتغلش مع حد فريلانس. انا ما اشتغلش مع حد فريلانس. انا اشتغل مع حد فريلانس ليه؟ هل حد في الموجودين احسن مني؟ انا قلت كده لنفسي يعني. هل حد في الموجودين احسن مني؟ في تقديري انا الشخصي لا. طيب ليه اشتغل فريلانس؟ لا، وانا ما احطش نفسي في الجزء ده، في الزون ده. فالمهم خلاص، انا طبعا انا ما قلتش ده، قلت له خلاص يا كابتن ماشي وشكرا وشكرا على ذوقك وبتاع، وقفلت وخلاص. طبعا القصه دي دخلتني في مود وحش جدا. وانا لسه هقول لك يعني كمان حتى ده مش النادي مش نادي عادي يعني، ده النادي انا عايز اقول لك مود وحش جدا جدا فوق ما تتخيل. يمكن قعدت النادي اللي انا بشجعه قعدت شهرين 3 في البيت ما بخرجش. ومش عايز اتكلم في حاجه ليها علاقه بالكوره خلاص انت ايه، خدت كلاش وحش شويه. فخلصنا خلاص تمام مش مشكله. فلقيت حد كاتب موقف على فيسبوك نفس الموقف تقريبا اللي حصل معايا بالظبط. حد اسمه احمد سيد تكتيكانو، ما اعرفش انت عارفه ولا لا. فرحت عملت شير وكتبت جزء من اللي حصل معايا ده. تمام. يعني في حد برضو احمد سيد حصل معاه حاجه شبه الموقف اللي حصل معايا، حاجه شبه كده. فالمهم عملت شير وكتبت وبتاع، فيبدو ان الموضوع وصل لهم وما عجبش الناس. لا مش غير ما عجبش. لقيت كان اللي بيكلمني كان كابتن امير توفيق. تمام. ودي حركه انا حبيتها بصراحه. انه انت ازاي ما قلتليش، وانت لا ما ينفعش، والناس والشركه وشركه الكوره، وانا رئيس شركه وانا مدير تنفيذي شركه الكوره، وببلغك اسفي وان احنا ما نقبلش ان حد يتظلم ومش عارف ايه. قلت له والله يا كابتن انا هو مش موقف خاص بالنادي، لان انا مش مدير لي باعتذار اصلا. بس هو موقف خاص بالكابتن هاني، وانا مش متقبل اي اعتذار غير منه. قال لي ما انا المفروض ان انا رئيسه يعني. قلت له لا انا مش متقبل يعني، انا متقبل انت اخويا الكبير. قلت له كده، قلت له انت اخويا الكبير، ومكالمتك دي اصلا كده كده بالنسبه لي مقدره جدا. طبعا حاجه محترمه يعني. والنادي كده كده مش مطلوب منه حاجه، واذا كان الحاجات اللي انا كتبتها انا مش هكتب في الموضوع حاجه تاني. لكن الموقف اللي بيني وبين الكابتن هاني في انه ما يكلمنيش تاني او ما يردش عليا كتير جدا، ده انا سميته ان هو يعني هو نوع من انواع ان وما احترمنيش. فانا فالقصه عنده. فقلت له الموضوع عند الكابتن هاني. بالنسبه لي سواء هو
يعني انا زي ما انت كلمتني كده، زي ما بالظبط. زي ما هو قال لي كده، قلت له زي ما انت كلمتني كده، يمكن لو كان ده حصل من كابتن هاني رمزي كان انت الموضوع شفتني قلت اقل له وطأة قلت له انت شفتني عاتبتك في اي حاجه او قلت لك مم. اي حاجه؟ قال لي لا. قلت له زي ما انت كلمتني كده، لو هو كلمني انا القصه عندي انتهت. مم. انا مش من الناس اللي هي اه يقعد يتشدد بقى لما حد يقول له مش، لا عادي. هو انا نصيب، انا على يقين ان هو نصيب. تمام. والمكان جايز المكان اللي انا كنت فيه يبقى احسن لي من الشغل في الاهلي، وارد. انا شرفني طبعا، وارتباطي ارتباط اسم اكيد الاهلي طبعا ده. طبعا. فالمهم جالي بعديها حاجه، قبل ما اشتغل في شامبيونز، جالي حاجه برضو يمكن عوضتني شويه. لقيت لقيت حد من الجهاز الفني، الدكتور خالد الجوادي. لقيته بيكلمني، قال لي ازاي انا اول مره اعرف، يعني انا عارف خالد الجوادي ان هو المترجم بتاع محتاجين كولر. نقف هنا بقى كده. يعني انت بعد بعدها الموضوع بقى ده، مثلا بكام شهر، بعد الموضوع ده بكام شهر، بكام شهر خالد الجوادي، خالد الجوادي دكتور خالد دكتور الجوادي خالد طبعا الجوادي بنوجه له طبعا تحيه كبيره، حبيبي، يعني المترجم الخاص اخويا الكبير يعني. بمارسيل كولر. بيكلمك في التليفون؟ بيكلمني في التليفون، لا مش بيكلمني في التليفون، كلمني على الماسنجر. بيقول لي لو مفيش عندك مانع يعني انا عايز اتكلم معاك شويه. قلت له ماشي مفيش مشكله، يعني ماشي مفيش مشكله. فاتكلمنا، قال لي انا متابعك وفي احنا الجهاز او الراجل محتاج حد معاه يقدم له تقارير فرديه. واحنا في اتفاق عليك من كذا حد سالناه، كذا حد بنثق فيهم سالناهم، ان انت من انسب الناس اللي ممكن تعمل لنا الكلام ده. هل انت عندك النيه ان انت تكون موجود تساعد؟ بس هو في حاجه، هو اللي يكلمك دكتور خالد الجوادي؟ هو اللي كلمني، مش النادي؟ لا انا يعني كده معنى يعني انت كده جهاز مش النادي، اوت سورسنج. تمام. لان كان معاه المفروض ياسين، كان معايا ياسين مكاري. ما انا كنت بتواصل مع ياسين عن طريقه. تمام. يعني بس احنا عايزين حد تاني معانا، في تيم معانا تاني بره هو كان تيم بره النادي. فكلمني قال لي والله بس انت هتساعد، مش يعني مش الموضوع مش بمقابل وانت مش تبع النادي. قلت له مفيش مشكله، طالما الحاجه دي بصفه وديه كده، طالما الحاجه دي تفيد النادي. قال لي طبعا، ما هو الراجل مدرب موجود. قال لي، قلت له طالما الحاجه دي تفيد النادي انا معاكم. ترشيحات مثلا في لعيبه، كان الفتره بتاعت مهاجمين المودست وكده، ولا تقارير فرديه عن اللعيبه اللي موجودين في النادي، ترشيحات اللعيبه اللي هيجيبهم النادي، فرز اللعيبه اللي بتيجي علشان الراجل ياخد رايه فيها ان هي تخش النادي. طب ما ده يعتبر ان انت يعني انت في الجهاز. انا كنت تقريبا عضو في الجهاز بس من بره. تمام. والنادي على علم بده؟ لا ما كانش على علم ده. النادي ما كانش على علم بده تمام. النادي لما بقى على علم بده بعديها بسنه وفكه كده، طلب ان انا ما تتصلوش معايا انا تحديدا. انت انا هو كان في ناس تانية معاك غير؟ كان في معايا احمد غنيم. وسام ابو علي. تمام. هو وسام كان ترشيح احمد، بس احنا خلي بالك انا كنت بشتغل انا واحمد ومحدش فينا يعرف ان احنا شغالين، مع ان انا وهو ما عارفين بعض. تمام. يعني هو شغال بيدي ترشيحات وانا بدي ترشيحات وبفرز لعيبه. انا كنت واخد دور يعني يمكن اكتر شويه. بفرز اللعيبه، بدي ترشيحات. تمام. ساعات بعمل تقارير فرديه كمان. وتقارير فرديه للعيبه. تمام ماشي. فالمهم احمد كان موضوع وسام ده برضو انا برجع فيه الموضوع لاحمد غنيمي طبعا وله التحيه. كان حصل لغط كبير كده عليه. لا اصل الموضوع ده بنوده معروفه. تيم السكاوتنج في الاهلي ودكتور خالد الجوادي ادى الحق ليكوا على فكره، حتى في كذا مكان، اخرهم بودكاست مع شادي حبشي. تيم السكاوتنج لما عرض وسام تاني مره، الراجل انا شفت وسام ده قبل، انا شفت الراجل ده قبل كده. صح بالظبط، هو قال كده في دكتور خالد، صح. فكانت بقى قعدت اشتغلت مع الجهاز فتره طويله. انت بتقول سنه ونص تقريبا يقرب في سنه ونص. فبس بدون يعني من الخارج. والراجل كان مرتاح جدا في الشغل معاك؟ جدا. الراجل رشحني بعديها لما انا خرجت، لما انا سبت لما اتقال لي انه لما اتقال لهم كده، قلت لهم انا كده انا خلاص مش هساعد طالما النادي شايف كده. فقلت لهم طب قبل ما نيجي الحته دي قول لي كده انطباعك في السنه ونص عن كولر ايه؟ يعني انت شفت من الراجل ده هل هو، نبدا من الاول، مدرب، هو طبعا مدرب كويس، هل في خصائص معينه احنا مش ملاحظينها قوي انت عن قرب؟ يعني من اكتر المدربين اللي شفتهم في حياتي، بحبوا شغلهم جدا. تمام. بحب تفاصيل شغله جدا. فكره ان انت تفكك تيم شغال
تفكك تيم آه. ان هو مثلا تشيل الجوادي، تشيل سامح حفيظ، تيم متفاهم بينجح تفككه، ده كده كده لازم يأثر على لازم يأثر على طبيعي تطور طبيعي العاب، طبيعي. لازم. فده اللي حصل مع كولر مع الاهلي. انت ده فككت، حصل في الواقع في السنه الثالثه، انت فككت التيم اللي ناجح، بدايه بخالد ما الجوادي هو وبعد كده سيد عبد التيم مش الحفيظ. التيم اللي في الملعب بس، صح بالظبط. لا التيم اللي على الخط برضه. صح. فهو راجل كان بيحب شغله جدا، كان راجل مجتهد جدا، كان راجل يعني انا كنت اول مره اشوف مدرب بيشتغل شغل محللين اداء. الراجل كان بيحلل ساعات لنفسه كتير، ما بيكتفيش بالتحليل اللي ياسين بيقدمه له او اللي انا بقدمه له او اللي اي حد بيقدمه له، لا هو من نفسه بيقعد يتفرج على الماتشات مره واثنين وثلاثه. فدي كانت بالنسبه لي تفاصيل غريبه، تفاصيل صعبه، تفاصيل ان صعب ان يتدخل فيها مدرب. دايما المدربين اللي بيجوا لنا هنا هو عايز المنتج النهائي ويشتغل عليه ككوتشنج بس، لا. واللي بنسمع كمان ان هو بيبقى دايما عنده مشكله مع محلل اداء. يعني انت دايما ليك ليميت، انت لما تيجي تتكلم مع المدرب ما تحسسوش ان انت فاهم زياده عنه. لا ده انا انتقدت كل المره عندي على الفيسبوك والبوست وصل لي والله. في الفتره اللي انت كنت شغال فيها، الفتره اللي كنت شغال فيها معاه. وشرحت انا يعني الطلب مني رد فعله ايه يعني؟ لو ينفع تقول لنا الفتره حد هو في السوشيال ميديا عنده بتتابع كان خالد الجوادي وحد كمان. خالد الجوادي كل حاجه كان في السوشيال ميديا بتتابع بترصد موضوع، فالناس دي عارفين ان انا شغال. انتقدته في ايه بالظبط؟ طيب كان في اداره ماتش، كنت انا قلت ان هو لما حصل او لما بيحصل متغيرات جوه الماتش مش معمول حسابها في تحضيرات الماتش، بيحصل فيه مشكله، التفكير بيبقى متاخر شويه عنده. ورد فعله كان ايه؟ طلب تفسير، يعني طلب ان انا افسر الكلام ده، بعت مع حد ان انا افسر الكلام ده. ما زعلش؟ ما كان بعت لي مع كان تقريبا مهتم ان هو يعرف السبب ايه؟ هو اللي كان بيتواصل معاه في للتنسيق بنسبه تقريبا دكتور خالد اكيد 95% كان دكتور خالد. فانا وقتها قلت ان انا دنيا 1 2 3 وانا شايف انه كذا عشان كذا، شرحت الموضوع يعني من وجهه نظري، فالراجل تفهم يعني. هو خلي بالك الاوروبيين ما عندهمش مشكله، ما عندوش اي عقده من اي عادي حاجه خالص. عادي جدا جدا. ويعني انا قصدي بعدها كملت شغل عادي جدا. لا عادي، انا كملت بعدها كتير. لا ده انا اقول لك حاجه احسن من كده. الراجل لما انا خرجت او لما انا ما بقتش بساعد في الجهاز، اول فرصه كان بيعين فيها محلل اداء اسمي ترشح اول اسم، اللي هي الفتره اللي كان فيها سعيد اللي هي ترشح فيها سعيد. انا اسمي كان مرشح. هو طلب ان كولر نفسه موجود. طلب ان عبد اسمي محطوط مع ياسين مكاري اول اسم تقريبا، بس محدش كلمني. ايه اللي حصل؟ محدش كلمني. محدش كلمني والله. ايه اللي في حاجه على فكره في من المكالمه بتاعت كابتن هاني لحد كده، هل في حاجه هم جايز شايفين ان انا معروفه ومش هينفع تتقال؟ لا جايز مش معروفه، جايز هم شايفين ان انا راجل يعني ليا راي. لا ثانيه واحده قوي شويه. يعني في الاهلي نسمع دايما من ايام يعني من زمان المدير الفني هو الامر الناهي في الملف بتاع الكوره. اي حاجه عايزها ده اللي بيتقال، بس ده اللي بيتقال في الاعلام. ما انا بقول لك اللي بيتقال اي طلب هو بيطلب. لا وبرده كان كابتن خالد يعني الدكتور خالد الجوادي قال ان تقريبا 90% من الحاجات اللي كان بيطلبها كولر في الاول كانت بتتنفذ في الاول وهو طلب ان في عنصر مميز بيضيف للفرقه يبقى موجود معاه. لا النادي اللي انا اعرفه ان النادي طلب منه ترشيح او طلب منه ترشيحات لو في عنده حد دي غريبه بالنسبه لي بصراحه مصري، وهم طلبوا يبقى في عنصر مصري، فهم جابوا ترشيحات من عنده او الناس اللي رشحت لهم اللي حواليهم يعني. فمن ضمن الترشيحات كنت انا حتى شكيت ان لقيت حد كاتب وكاتب حاطط صورتي، صحفي حاطط صورتي وكاتب ان انا ما حدش كلمني. فكلمته صحفي يعني اعرفه اسمه اسلام. قلت له اسلام انت متاكد من المعلومه دي؟ قال لي متاكد من المعلومه دي، انا جايبها من جوه النادي. قلت له من جوه النادي. طيب كلمت الدكتور خالد. هو دكتور خالد كان اياميها يعني كان بيجهز تقريبا عشان يمشي او كان قرب يمشي حاجه كده يعني. قلت له دكتور خالد هو انا اسمي موجود في قال لي اسمك اول اسم. انت ما حدش كلمك؟ قلت له لا خالص. وكان عدى فتره يعني كان عدى فتره، لا كان عدى فتره كبيره. ده هم قابلوا كل الناس تقريبا اللي ترشحت ما عدا انا، ما كلمونيش حد. فهي وقتها علامه استفهام كبيره جدا. ما انا لحد اللحظه انت مش عارف ايه السبب. لا بس والله اقول لك على حاجه، انا باخدها من الجانب الايجابي شويه. هو ان انت اسمك يترشح في الاهلي للمره الثالثه ولا الرابعه في اقل من سنتين، دي حاجه كبيره جدا.
وغير كده يعني جايه من المدير الفني الاجنبي اللي محقق بقاله سنتين نجاح، فطبيعي ان الطلبات بتاعته بتكون لا مجابه يعني. انا بالنسبه وده لي، مش مثلا طلب معقد يعني، مش حاجه، بص مش لعيبه هو انا بالنسبه لي نجحت جدا. زي اللي حصل في لعيبه كتير هو طلبها مثلا وجت لعيبه تانية. بص انا بالنسبه لي نجحت جدا ان انا وقت ما بعمل تقرير للكوتش اجنبي ويديني فيه اشاده يفضله عن اي حاجه بتتقدم له، فيبقى لا ده انا بعمل حاجه كويسه. يعني الراجل الكوتش الاجنبي بيديلي تقييم كويس. ما هو باين ان هو رشحك اول اسم. انا ممكن مثلا، وفي حاجات في اللي انا قلتها يعني في التقرير اللي انا عملتها الوقت اثبتها. تمام. يعني انا يمكن ايام مودست وايام ما كنت انا انا متفاعل كنت لسه اصلا خبر اسالك مين مودست، اللعيبه اللي انت مثلا رشحتها وجت الاهلي؟ ما فيش ولا لعيبه رشحته جه ولا واحد. ولا واحد. طب هل فيهم اسماء بارزه دلوقتي مثلا؟ لا كلهم راحوا دوريات اكتر اعلى. اديني كده مثال لعيب او اتنين. في لعيب اسمه بودو زيبسيفاتزي، ده كان بيلعب في كايزرسلاوترن درجه تانية في المانيا. اللاعب ده بيلعب حاليا في هايدنهايم في البوندسليجا مثلا. ده واحد. البوندسليجا وكان سعره مناسب وكان كل حاجه نقدر نخلص فيها. كان هيجي ب $400,000 حاجه كده. اه كان في لعيب اسمه جناح اسمه روي موديستو، كان بيلعب في سويسرا في نادي صغير في سويسرا، حاليا بيلعب في اودينيزي. تمام. كان برضو كنت انا وغريمه رشحنا لعيب اسمه نيكولاس كريستوفيتش. ده كان راح ليتشي بعديها، وبعدين دلوقتي تقريبا راح مش عارف فرنسا، راح انجلترا، مش عارف في فريق يعني كويس. بالبلدي مش جايب لعيبه تعبانه يعني. لا خالص. انا كان ليا راي في مودست وقت ما كنت موجود. مودست لعيب كويس قوي. وافق عليه ازاي؟ بص مودست لعيب كويس قوي، مهاجم كويس جدا وتاريخ وكل حاجه. بس هو ايه حاله مودست دلوقتي؟ ايوه كان بقاله 6 شهور على ما لعبش. بص موضوع السن مش مشكله على فكره، يعني موضوع السن ما كانش مشكله خالص. المشكله ان الراجل الميكانيزم بتاع جسمه 36 سنه تقريبا صح؟ كان 35. طيب ميكانيزم جسم بتاع مودست ما كانش عارف يتوافق مع قراراته. فهي دي المشكله مش السن على فكره. لا في لعيبه قد مودست اكبر منه ومهاجمين، لان المهاجم هو الموضوع بس متطلب ان انت تكون جسمك فيه مرونه. الترنات حتى بتاعته كانت بطيئه جدا. هو انا قلت وقتها ان الراجل، يعني قلت من ضمن التقارير، كان من ضمن الحاجات اللي انت في رايك مطلوب فيها الراي النهائي. انا قلت راي مبدئي تمام، بس الراي النهائي فيه كنت بقول اذا اضطرينا ان احنا نجيبه ما ينفعش نستثمر فيه فلوس كتير، ما ينفعش يكون الراتب بتاعه كبير. الراتب بتاعه كان يقترب ل $2 مليون يعني. مليون 800. انا فاكر ان انا قلت الجمله دي، انه قلت انتوا يا جماعه لو جبتوا الراجل ده مش الاداره، يعني كنت بقولها يعني لحد من الجهاز، يا جماعه انتوا لو الراجل ده جه انتوا سلمتوا الراجل ده للاعلام، انتوا سلمتوا كولر للاعلام. انا قلت الجمله دي. انا بس سؤال، انت كنت بتتعامل مع معظم الوقت خالد الجوادي بس من الجهاز الفني؟ هو التنسيق بتاعي معظم الوقت خالد الجوادي بس. تمام. فكنت تقول لهم ان انتوا كده لو جه مودست انتوا كده بتسلموا كولر للاعلام. رغم ان هو على فكره انا فاكر مودست قبل ما يجي الاهلي كان جاي يعني القاطره مش عارف الفرنسيه والدبابه والجون بتاع بايرن. انا لما اتسالت وقتها قلت نفس اللي حصل. قلت انا السن مش مهم عندي، السن ده يا جماعه ماليش دعوه بيه. انا حتى لو الراجل ده عنده 45 سنه انا ما عنديش اي مشكله، السن مش قصه خالص. بس الراجل ده هل جاي كويس، هل جاي واقف على رجله، هل هيعرف يديلك اللي انت عايزه ولا لا. انما السن انا مش بتكلم في السن ما يتقالش. مفيش ناس بتاعت كوره امكانياته ايه دلوقتي بدنيا بس الامكانيات بتاعته عامله ازاي. ده الموضوع. وانت مثلا جايبه لمده معينه، ما هو انت برضو ممكن تجيب مهاجم. انا فاكر يعني نرجع ورا شويه 2007 2008 جوزيه طلب فجاه عبد الحميد حسن. انا 37 سنه كان جايبه، قال انا عايزه تقريبا 6 شهور حاجه زي كده. انت عارف ان انا مودست ده ما اتعرفتش عليه لما عرفت ان هو مرشح. يعني انا بيتعرض عليا اللعيبه عشان وانا ده اللي خلاني كتبت عنه. تمام. هو ما ينفعش اعرف لعيب مرشح واكتب عنه انا، ما ينفعش طبعا عشان دي. تمام. انما انا عرفت من حد وكيل صاحبي يعني في سويسرا قال لي بنتكلم في حاجه، لان انا ليا علاقاتي شويه من ايام ما كنت شغال في الوكاله. فبنتكلم في حاجه هو كان عايزني فيها. قال لي ده انتوا في مهاجم جاي عندكم كذا كذا كذا. قلت له مهاجم مين؟ انا ما عرفتش ازاي. قال لي مهاجم اسمه كذا وحتى معروض واللي كان بيلعب في كولن. قلت له انا عارف روي مودست. اسمه ايه ده؟ انطوني مودست. عارفه بس هو دلوقتي مش عارف ايه. قال لي والله يعني انا ما اقدرش اقول لك على مستواه بس هو كان لعيب كويس. قلت له ده مرشح لينا احنا؟
قلت له المفروض اعرف. كان ساعتها على فكره كان ساعتها سوزا. مش كل اللعيبه كانت بتعرض عليا. يعني مش كل اللعيبه اللي بتعرض كانت بتعرض عليا، كان بتعرض عليا كل فايلات معينه. بص كان النظام ايه، كل مجموعه بتاخد او كل واحد بياخد مجموعه يفرزها، لان كان بتعرض لعيبه كتير جدا في اكيد طبعا. ده. انا فاكر الفتره دي اتعرض فيه حاجه و50 لعيب، حاجه و50 مهاجم. يعني كان الاهلي بيختار حاجه و50 مهاجم. العدد اللي اتعرض من اول الميركاتو لاخره يقترب من ال50 او يمكن والله يعدي. انا نصيبي منهم مثلا كان حوالي 8 او 9. ما كانش حد فيهم موديس ده اتعرض عليا لما انا اتكلمت عليه. لا انا قصدي في الثمانيه دول مفيش حد فيهم احسن من موديس. لا كان فيهم ناس احسن، بس هو الراجل على فكره وافق على كذا لعيب. يعني الراجل زي مين مثلا؟ الراجل ده وافق مثلا على حوالي 9 لعيبه من 52 دول. والله بس احنا ما عرفناش نجيبهم. مرتب معظمهم مرتب فلوس. كان سوزا، انا فاكر ساعتها كان سوزا. كان سوزا وكان موليكا وكوناتي وكان في كذا حد. ده كوناتي ده لعيب جامد جدا على فكره. كوناتي ده لعيب جامد قوي، مهاجم جامد قوي يعني. والراجل كان موافق على كذا لعيب اختاره. بس احنا وقتها ما عرفناش نخلص لعيب. فضلت واقفه على مين بقى؟ احنا الميركاتو خلاص يعني انت عايز حد فري بقى خلاص، هيقفل خلاص او قفل خلاص. كان قفل تقريبا. فموديس ده اتعرض عشان اللي عرضه ياسين اللي هو محلل الاداء. انا وقتها انا ما اعرفش ان موديس بيتعرض. في الاخر خالص بعد ما اتعرضوا تقريبا الراجل قال لهم انا هسال عليه، الراجل نفسه كولر انا هسال عليه ولو كويس انا هبعته للاداره. ده بعد ما ده حصل وانا عرفت من بره، فسالت قال لي انت ايه رايك فيه؟ قلت له انتوا هتودوا الراجل ده لو جه واشتغل يبقى كويس جدا. السن بس ريسك كبير يعني. قلت له انا مش مشكلتي سن خالص. انا عندي لو اللعيب ده عنده 40 سنه ممكن يدي عادي، بس هو حالته ايه؟ فقال لي الراجل هيسال ومش عارف. قلت له الراجل ده لو جه وكان في مشكله انتوا سلمتوا الراجل ده للاعلام. انا كان ليا راي كمان في موضوع رضا سليم. تمام. رضا سليم ده اتعرض عليا، يعني من اللعيبه اللي اتعرضت عليا. وكان يعني انا برضو شايف ان من ضمن ازمات رضا سليم هو بيلعب وينج يمين. ما ده اللي انا لسه كنت هقوله لك. لعب في الاهلي شمال بس. رضا لما اتعرض كان معروض هو بن شرقي. صح، وهو فضله عن بن شرقي. هو قال وكان عنده حق وما زال عنده حق لحد النهارده انه عايز لحد النهارده هو عايز جناح بمواصفات معينه. مش هو ما قالش بن شرقي وحش وما قالش قليل، هو قال بن شرقي لعيب كبير، بس بن شرقي لعيب كبير في الحلول الفرديه اللي بيقدمها في جزء معين من الملعب. ماشي. انما انا عايز لعيب عنده سرعات، ولعيب عنده ارتداد، ولعيب يعرف ان هو ايه يبقى متلاحم مع الفريق. بن شرقي بيلعب لعب ما فيهوش جانب تكتيكي. عنده حق جدا، بس انا اعترضت يومها على حاجه. قلت له انت جايب لعيب اجنبي، او اللي كان بيكلمني يعني. وهو معلش بس كان جايبه عشان يلعب ناحيه الشمال ولا اليمين؟ شمال. قلت له انت جايب لعيب اجنبي وانت عندك لعيب اجنبي في نفس المركز. فترد عليا لا ده هو جايبه عشان يلعب شمال. قلت له ازاي؟ كان تاو. لانه الراجل ده ما لعبش في اي مكان في حياته غير الهاف اليمين. صح. وهو اصلا مش لعيب انسايد، ده لعيب لاين. لعيب خط لعيب لاين. ما ينفعش يلعب ناحيه الشمال خالص. هيبقى سيء جدا، هتفقد على الاقل 40-50% من قوته. تألقه كله كان على الخط، عمره ما لعب انسايد. ما لعبش بمليم في الهاف الشمال. ما لعبش. وده كان برضه كان فكره ان هما الاثنين دول هنختار منهم. فانا كنت مع اختيار ده لو هيلعب يمين، انما لو مش هتلعبوا يمين لا اختار ده ولا ده. شوف لنا واحد ثالث. شوف لنا حد ثالث يلعب ناحيه الشمال. مع انه كان بن شرقي كان هيجي لك ساعتها. كان هيجي لك اقل من دلوقتي. طبعا. كان هيجي لك يعني كان هيجي لك فلوس احسن من يعني دلوقتي. جاهز عن دلوقتي شويه. بس انا برضو كان عندي نفس الراي بتاع الراجل، ان هو الراجل ده لعيب فردي تقني. طب هو ليه كان شايف ان هو يلعب ناحيه الشمال؟ يعني انا برضو عندي بس ازمه في حته ايه، بيبقى فيه لعيبه معينه هو بيلعب في مركز معين والتوجه بتاعه في المركز ده، ليه فجاه بيتلعب في المركز بتاعه المركز تاني؟ هي محاوله استخدام المدرب بيكتشف بيها حاجه جديده. يعني انا سالت، ما عملهاش قبل كده. رضا سليم ما عملهاش قبل كده. انا سالت السؤال ده، قلت هو ليه عايز يلعب ناحيه الشمال؟ فاتقال لي هو عنده قناعه، الراجل عنده قناعه ان هو يقدر يقدم منه حاجه ناحيه الشمال. خلاص. انا رايي اصبح بقى خلاص. انا قلت رايي خلاص. انا قلت اللي يرضيني على رضا ضميري خلاص. فده كان يعني انت كان موديست، رضا سليم. انا كان رايي فيهم ما كانش رايي ايجابي. ومين تاني طيب؟ مع ان انا بحب رضا سليم جدا. انا من الناس اللي انا بحب، يعني الناس اللي انا بحبها جدا. بس رضا عنده حاجتين.
عنده حاجتين مهمين، والحاجتين دول هم اللي فرقوا في مسيرته معانا. اولا لما جه حته الشمال وحته اصاباته الكتير في الاول دي. على فكره هو لعب اول كام ماتش كويس جدا واتصاب اصابه اللي هي كانت في كتفه تقريبا. الحته اللي اصعب من اللي انا بقول لك عليها دي، الحته اللي انت كنت لسه بتكلمني فيها من شويه، بتاعت انا بكلم المغاربه ما بفهمش منهم حاجه. رضا كان عنده مشكله تواصل مش طبيعيه، ما كانش بيعرف يعني، كان بيتقال له تعليمات هو مش عارف هو هو مش عارف يطبقها. هو اللي بيتكلم فرنساوي ولا بيتكلم انجليزي، هو بيتكلم مغربي ما بيتكلمش فرنساوي ولا ان شاء الله ابقى افهمه بقى. ابقى افهمه انت بقى. في مشكله طبعا، بس كان مشكله تواصل صعبه جدا طبعا، ودي كانت من اهم المشاكل اللي عملت في تسليم كده معانا. ده اللي يعني ده اللي بيشوفوا اللعيبه المصريه ساعات اما بتسافر بره عندها مشكله في التاقلم بالظبط. هو حصل له هنا بقى بالظبط. يعني في طيب يعني انت دلوقتي القصه بتاعت الاهلي وكولر خلصت امتى؟ القصه بتاعت اهلي وكولر خلصت بعد رحيل خالد الجوادي ب3 شهور تقريبا او بشهرين، لما الدنيا الكيرف بدا ينزل. يعني انت حتى بعد ما دكتور خالد الجوادي مشي كان في شويه انا خلصت انا بالنسبه لي انا لا انا خلص قبل خالد الجوادي ما يمشي بكتير. قبل ما يمشي قبل ما يمشي بكتير. لما الاداره عرفت ان في ترشيح، قلت له دكتور خالد انا بالنسبه لي القصه وقفت لحد هنا، لو هم عايزين يتواصلوا ياخدوا رايي في اي حاجه بشكل رسمي يتواصلوا معايا، ما تتواصلش انت معايا. الناس اللي تتواصل معايا في النادي، ومن بعدها خلاص ما بقاش في تواصل. ومن بعدها ما بقاش في تواصل 8 ساعات. حتى لما يعني في مثلا محب للنادي كده زي اشرف على صله قويه بفلان، فبيسالوه عبد الحميد صاحبك، فيجي يكلمني انا عايز ترشيح لمدرب، انا عايز ترشيح لي مش عارف ايه. انا لسه اسالك هو فاقول له لا. في انديه تانية غير الاهلي حصل منها تواصل في لعيبه معينه مثلا؟ في هو بص وكلاء اكتر من انديه. تمام، وكلاء اكتر من انديه. تمام، وكلاء اكتر من انديه. وكلاء اكتر من انديه. طيب انا اشتغلت انا اشتغلت مع انديه بره مصر اكتر، يعني يعتبر ما اشتغلتش مع انديه جوه مصر والله. تمام. طب يعني احنا ايه اللي معطل ان الفكره بتاعت السكاوت تبقى موجوده بالشكل ده في مصر؟ الناس بتخاف من الجديد، الناس بتخاف من حاجه جديده. بس خلاص احنا يعني احنا قعدنا فتره ما كانش في محلل اداء في لازم هو رهاب الاشياء الجديده هتاخد وقت. هي كده جايه، بقى لنا فتره طويله. هي كده جايه يعني بقى لنا يعني اظن دي طولت شويه انها تبقى موجوده، صح؟ بص الناس عندنا هنا في مجال الكوره او في مصر بصفه عامه هم عايزين الناتج السريع. السكاوتنج مش بتاع ناتج سريع خالص. ما انت بتكلمني في 6 شهور سنه. بس اقول لك حاجه، 6 شهور سنه ده. بس اقول لك على حاجه، بس عشان تبقى، لا انا بتكلم في التيم نفسه. بس عشان برضو تاخد من التيم ده حاجه لازم تجيب مختصين. ما ينفعش تجيب احد، ما ينفعش تجيب احد له علاقه بالكوره. اقول لك على حاجه، ما ينفعش تجيب كابتن كوره ما يعرفش حاجه عن السكاوتنج، لان السكاوتنج ده قصه لوحده. لازم يكون عندك موهبه، ولازم يكون عندك درايه بقى ابديتس. انت في دراسات عملتها طبعا في القصه دي مع برشلونه. انا الدبلوم بتاع برشلونه هي في تحليل الاداء، لكن انا في السكاوتنج انا من بدايه تعلقي بالقصه دي وانا بدات بقى اقرا واشوف التكتيكات، الحاجات اللي هي بتشتغل ازاي، بتعرف تجيب اللعيب، تقيس اللعيب ازاي، تعمل مش عارف ايه. وفيما بعد اخدت كذا كورس كده وبتاع. لكن انا بادئ من بدري اروح لفكره الحته الاكاديميه في الموضوع ده، غير ان هو مثلا الواحد الحمد لله عنده موهبه في الموضوع ده. تمام. فبدات اروح للحته الاكاديميه كمان. لكن هو في البدايه اهم حاجه عينك تبقى كويسه، تقدر تتتبع اللعيب بشكل كويس. وبعد كده انت بتطورها بشكل اكاديمي بقى من خلال المعرفه بتاعتك يعني. انت الموضوع كله مع بعضه بيعمل زي ميكس كده. بتبقى انت بعدين او مع الوقت بيبقى خلاص اتكونت عندك حته ان انت زمان كان بيفلت منك لعيبه، اكيد منك لعيبه كتير، تبقى قايس اللعيب كويس بس يفلت منك. انما مع فكره ان انت دخلت بقى في القصه الاكاديميه شويه، لا بتخلي القياس اكتر دقه، وبتخلي نسبه خطأك اقل بكتير. طب هسألك سؤال كده، بما ان احنا اتكلمنا عن الاهلي دلوقتي، الاهلي بيعاني في بعض المراكز بعد الميركاتو التاريخي اللي حصل ده. بس حصل تدعيم كبير في الشق الهجومي ووسط الملعب. في الدفاع عندنا مشاكل. ايه ممكن اللعيبه اللي من خلال متابعتك يبقى في ترشيحات او حصل فيها ترشيحات مثلا في الفتره الاخيره واللي ممكن تبقى موجوده تأدي بشكل كويس؟ ما تيجي نقلب السؤال ده شويه. نقلب السؤال. فريق الاهلي متكون غلط. متكون غلط. هو انت بتكون الفريق ازاي؟ انت بتكون الفريق بتشوف اولوياتك في الملعب. بتشوف الدبث، العمق بتاع السكواد بتاعك عامل ازاي، عمق السكواد بتاعك. بتشوف عمق المركز عامل ازاي. يعني مثلا فريق زي بيراميدز، لا فريق بيراميدز متكون بشكل كويس، حتى لو في لعيبه كواليتي اقل من الاهلي،
بس بتكون بشكل كويس. هم كفرقه ما عندهمش اظن نقص في مكان، مفيش مكان ناقص ولا واحد. يعني باك يمين عنده لعيب واحتياطي وناشئ، عنده الشيبي واحمد توفيق، عنده افضل باك يمين في افريقيا صح. محمد الشيبي. وعنده ساعات بيلعب توفيق، وساعات الواد اللي هو الصغير اللي هو طارق علاء ده اتهرس في الدوري، لعب في الدوري سنتين 3 مع فرق تانية ولعب كويس. سمعت اسم طارق علاء. عنده المساكين، عنده 4 مساكين، في 2 فيهم منتخب مصر، مرعي مرعي وأسامة جلال وعلي جبر واسمه ايه التاني ده، احمد سامي. عنده الباك الشمال عنده لاعب 2 لعيبه، حافظ ومحمد حمدي، و2 لعيبه منتخب مصر. اللعيبه بتاعت نص الملعب لا كتير، مهند كتير وبلاتي كتير. وكارتي وبوبو، وفي مش عارف مين خامس ومحمد وقطه، وعنده كمان لعيب سادس زلاكا رجع زلاكا موجود. 5 أو 6 موديلات، ال6 مختلفين عن بعض، صح، وكلهم لعيبه كويسه. وقدام ترسانه طبعا، اللي قدام عنده مهاجم، وعنده مهاجم تاني بيلعب بدماغه، وعنده لعيب جناح بيلعب مهاجم اللي هو زيكو، وعنده زلاكا، وعنده اللعيب البرازيلي، والناحيه الثانيه عنده مصطفى فتحي، وعنده عبد الرحمن مجدي. الاهلي عنده المشكله دي بقى، عنده جناحين بيلعبوا برجلهم الشمال. انت ما عندكش جناح برجلهم الشمال. الاهلي ما عندوش كان محمد عبد الله، مش محمد عبد الله فين صحيح؟ مصاب. فانت عندك مشكله ورا في الدفاع. انا وجهه نظري ان خط الدفاع كله تيجي انا اشوف، انا قلت لك ايه في بيراميدز. تيجي تشوف الاهلي كده، شوف الاهلي حراسه المرمى شغاله كويس متغطيه. لا تمام. الباك اليمين فيه مين؟ كابتن محمد هاني بس، كابتن عمر كمان مستواه بعيد، وكابتن كريم فؤاد مستواه بعيد. بنتكلم في الاسماء المحسوبه على ما انت خلي بالك، انت لما بتيجي تحسب في لعيبه، ما هو عمق المكان ده بيتطلب ان اللعيب الاساسي يكون 100% مثلا، او 90، بلاش 100%، 90%، واللاعب الاحتياطي مثلا 60%، وفي مثلا معاه لاعب صغير ناشئ. انت اللعيب الاساسي 90%، لا اللاعب الاساسي ما يجيبش 60%، واللاعب اللي وراه ما يجيبش 30 40%، ومفيش ناشئ. بس انا اقول لك على حاجه برضو في الحته دي بالذات، من وجهه نظري مفيش باك رايت خد نفس الفرص اللي خدها كابتن محمد هاني. ده طبيعي. يعني كريم فؤاد ما خدش مثلا 7 8 ماتشات ورا بعض يغلط، ويعني مش هقول لك نص موسم. بس انا عايز اقول لك حاجه، والله مش تعيب في كريم ولا حاجه، بس هو كريم وقت ما بياخد زخم وبياخد 3 4 ماتشات ورا بعض بيتصاب. وبرده كريم مش اللعيب كويس. طب اللعيبه دي ليه بره الاهلي ما بتتصابش خالص؟ باسم علي، فاكر باسم علي كان بيتصاب كتير جدا في الاهلي. بس انا عشان لعب مع المقاولين العرب بعدها، هكمل لك ما اتصابش خالص. هكمل لك الفكره بتاعتي. هو انت عندك مين مساكين في الاهلي دلوقتي؟ ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، اشرف داري، العش. هو مين فيهم ممكن تقول ان هو لعيب يديك 70% حتى؟ ولا واحد. ولا ياسر. لا ياسر ابراهيم بس ياسين مرعي بروميسنج يعني. ياسين مرعي ما لعبش 3 4 ماتشات، 3 ماتشات. ما لحقش يعني، لكن هو اكيد افضل من مصطفى العش. طيب يعني انت حتى مش عارف تكمل مش عارف تكمل 2 اساسيين وواحد احتياطي على الاقل. طيب انت الباك الشمال عندك مين؟ عندنا حفره في الباك الشمال، عندنا حفره كبيره قوي. انت عندك باك شمال، انت خرجت اهم لعيب عندك، مشيته، واللعيب اللي انت جايبه بديل له مشيته، وجبت لعيب بيلعب في الدوري بقاله 2 سنين ومعروف عنده هيستوري اصابات، ومستواه كويس لكن مستواه مش عالي. هو كان افضل باك ليفت بره الاهلي والزمالك. طيب انت عارف باك شمال الاحتياطي عندك مين؟ مين عندك؟ اللي انت بتلعبه كوكا والعش بعد. بس كوكا ما هو ده مش مكانه اصلا. على فكره كوكا مظلوم جدا في الحته دي من وجهه نظري. يعني هو لما بدا كان بيلعب ديفندر شويه، قعد شويه يلعب ديفندر، كان بيأدي كويس، هيجي منه يعني. لكن هو من ساعه ما اتحط في الحته دي في الزون دي بيأدي طبعا وحش يعني. كمان صادف ان هو حتى مش عارف يبقى في ماتشات تفوقه او الفرقه تفوقه، فيعني بيتظلم. وهو من اللعيبه انا بحسه انا عايز العب يعني. هو مش من اللعيبه اللي تقول لك انا خلاص مش بلعب في مركزي، فلا مش هلعب في مركزي، مش هلعب غير في مركزي. هو بيلعب اي حاجه، هتلاقيني باك ليفت هلعب حتى لو وحش. عندنا في نص الملعب مشاكل كتير حتى مع وجود الكواليتي. ليه عندنا مشاكل كتير؟ عندنا مشاكل كتير في نص الملعب. ليه؟ الاساسي عندك مين من وجهه نظري؟ ديانج، قولا واحدا ديانج وامام وبن رمضان. ديانج وامام بن رمضان. طيب اللي موجود بره عندك مين؟ اللي موجود عندك بره مروان عطيه بس بديل ديانج. ماشي استنى بس. وعندك بتلعب في السكواد دلوقتي، خلينا افتكر، عندك قفشه رغم انا بكلمك على اللعيبه اللي موجوده. لا ما انت بتكلمنا على اللعيبه اللي موجوده، انا بكلمك عن فكره التنوع والكواليتي.
تريزيجيه وجهه نظري يلعب 8. مش قدام كل الفرق. زيزو بيلعب 8. مش قدام كل وهو الفرق. على فكره الله يسامحه ريبيرو كان بيلعبه، بس هو ما كانش بيلعبه 8 قوي يعني، حتى كان في عرجه كده غريبه لما بتلاعب بس لعيب بيقدر. جناح في قلب الملعب انت بتقصقص ريشه. انا بالنسبه لي زيزو وينج على الخط زي ما كان بيلعب في الزمالك، هي دي يعني تاخد الماكسيمم بتاع زيزو يعني. طيب انت شايف ان السكواد الاهلي ناقصه كام لعيب النهارده؟ سكواد الاهلي اولا ناقصه خط دفاع بالكامل يعني، ورا كده باك رايت، عايزين باك رايت ومساكين باك ليفت وباك ليفت واثنين باك ليفت. بص احنا عندنا باك ليفت ومهاجم، دول اساس الفرقه لازم يكونوا موجودين. وطبعا مهاجم بعد ما اسامه ابو علي مشي. وفي حاجه غريبه برضه عايز اسالك عليها، انت بالنسبه لك يعني هل مقتنع ان لا مش مقتنع بشريف جراديشار ممكن يقعد دكه ومحمد شريف بعد انه مشي من الاهلي، ولما طلع بره ما قدمش حاجه خالص يرجع ويلعب على جراديشار؟ وجراديشار واضح ان هو من اللعيبه اللي لما بتبعد ما بتعرفش ترجع بسرعه، لازم ياخد كتير. بص جراديشار انا عندي في راي فني اصلا بره فكره شريف يعني من ايام حتى وسام. جراديشار لازم تبني عليه خطه، ما ينفعش يلعب مهاجم اساسي لوحده. مش هيبقى موجود في قصه الضغط معاك 9.5 صح. انما هو هتلعبه لوحده وانت مش هتاخد منه زي الفكره يعني نفس القياس جمال حمزه وعمرو زكي مثلا كانوا بيلعبوا في الزمالك مثلا. تمام. بس زمان الخطط كانت مفتوحه، انا فاهم بتلعب باثنين مهاجمين عادي وكده كده بتلعب باثنين. ايه المشكله دلوقتي صحيح ان الفرق تلعب باثنين مهاجمين؟ انا نادرا لما بلاقي فرقه تلعب باثنين مهاجمين. هتواجه الفرق اللي بتلعب 3 في نص الملعب ازاي؟ لا هتبقى صعبه طبعا. يعني هي خلاص بقت فكره. هل في افكار اصلا انقرضت من الكوره؟ في افكار كتير انقرضت من الكوره، زي الاثنين مهاجمين وايه تاني، زي ال 3-5-2 وال 3-4-3 دي ينفذها فرق معينه بحاجات تكتيكيه معينه. مع ان انا وجهه نظري ان انسب يعني ستراكشر او فورميشن للاهلي 3-4-3 او 3-4-3. اللعيبه بتاعتنا فهمها للادوار التكتيكيه المعقده. السكواد اللي فيه اللعيبه الكتير اللي انت عايز تلعبها، اللي انت مضطر كمان تلعب. انا هقول لك اهو 3-4-3 عشان تنفذها بشكل كويس لازم تبقى عارف ان هي في لعيبه فيها، في مجموعه لعيبه فيها اللي هو لعيبه اطراف نص الملعب ولعيبه اطراف الدفاع، دي بتتطلب منها فهم تركيبات وادوار معقده جدا. هل الكواليتي بتاع المراكز بتتكلم فيها دي ما عندهمش ده؟ لا ما عندهمش ده. ازاي يعني؟ الفريق اللي هو مين الفريق الناجح اللي في العالم اللي بيقدم 3-4-3؟ عدهم لي على ايدك، هتعدهم لي على ايدك لانهم مش كتير. صح. ممكن تقول لي انتر ميلان مثلا. ممكن تقول لي هو اغلبيتهم هتلاقي فرق ايطاليه يعني. بينفذوها عشان عندهم اللعيبه اللي عندهم العقليات التكتيكيه اللي تعرف تاخد الادوار المركبه وتنفذها. هو ما بتنفذهاش 100% على فكره. فالقصه دي لا يعني انا حسيت يعني احنا في الدوري وفي افريقيا ما انت الكواليتي اللعيبه بتاعتك دلوقتي عارف انت اعلى لعيبه في يعني المفروض اعلى لعيبه في افريقيا، وفي منهم اللي متاسس بره زي زيزو وتريزيجيه لعب فتره طويله بره، بن شرقي جالك من بره، فالمفروض ان عندهم وعي تكتيكي يعني. مش كل اللعيبه، لا احنا الفريق انا بدي بس امثله يعني. الفريق بتاعنا في السكواد عوار كبير. انا شفت انا عديت لك عوار في يا نهار اسود. انت شفت انا عديت لك في بيراميدز كام لعيب؟ ممكن في لعيبه تبقى اقل في الكواليتي من لعيبه الاهلي، بس كفريق متكون لا هو متكون احسن من الاهلي كتير. يعني الاهلي بعد الميركاتو التاريخي ده لسه محتاج ميركاتو بنفس القوه بس يكمل. الميركاتو ده بيتكون من 2019، هو اصلا بيتكون هو قايم على فكره الكواليتي، مش انا هسكن فين، وقايم على فكره ان انا اجيب لعيب كويس، مش على ان اجيب لعيب انا محتاجه. لا بس انت بتسد نواقصك برضو. نواقصي من وجهه نظر مين؟ ما هو النادي لازم يبقى له فلسفه. هل النادي عندنا دلوقتي له فلسفه؟ لا ولا قبل كده بالمناسبه. طب هقول لك على حاجه، هو الصح ان النادي يعني اللي هي المشكله الاخيره المثاره ان النادي هو اللي يبقى ليه الابر هاند في اللعيبه، لان المدرب كده كده ممكن يمشي لما بجيب لعيبه. ده طبيعي ده لازم. طب في الاهلي دايما كنا بنشوف ان كل مدير فني بيجيب اللعيبه اللي هو عايزها بس. يعني حصل مثلا مع فايلر جاب بادجي، اول لما مشي وجه موسيماني بادجي مشي. انا بديك امثله يعني. ده غلط مش صح. طب ده يعني هل ده اتغير شويه بقى الانديه ليها اليد العليا في الاختيار، ولا احنا لسه في خانه ان المدير الفني يجيب اللعيبه؟ هو ما ينفعش مدير فني هو يجيب لعيبته عموما. انت بتختار مواصفات انت عايزها
والنادي اللي بيجيب لك لعيبه على فلسفه. تمام. انا عايز مهاجم بيرشح مواصفات لك- كذا وكذا وكذا، بيرشح لك 3 لعيبه تختار منهم مثلا. تمام ماشي. ده بيحصل، ده جوارديولا بيعمل كده. ما بيطلبش حد باسم. عايز الصح يعني، حد بنتكلم على الصح. مواصفات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بيروح للمدير الرياضي. فبتنطبق على 5 6 لعيبه في السوق، اختار منهم ايه. في 3. طب انا عايز ده. يختار منهم هو لوحده ولا النادي ممكن كمان يقول له لا، ما هو انا جايب الاختيارات على مزاج انا. مزاجي انا كنادي. ال3 اختيارات دول مطابقين لفلسفتي برضه. يعني فأي انا لعيب- كنادي مديله 5 لعيبه انا عادي تمام، مفيش مشكله. دول فلسفتي ما متطابقه عليهم، سواء هتلاقي استثمر حد فيهم فيهم. او تمام. وقدرات الماليه مثلا بتقول ان انا ايه، بس ده مش اللعيب ده حاصل هنا في استبعده. مصر. مش حاصل هنا في مصر لا أوي. مش حاصل طبعا خالص. لا 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 لا. وده احنا يا كده يا كده. ازمه. لا انا ما شفتش اللي هو النادي هو اللي لا، العليا. النادي الميركاتو اللي فات هو اللي جاب اللعيبه كلها، والميركاتو ده هو اللي جاب اللعيبه كلها. عشان ما كانش فيه مدير فني. لا، كان بس. وقت كولر كان في مدير فني وهو اللي جاب اللعيبه برضه. انهي زي مين؟ ال4 لعيبه اللي جم في يناير دول اختيار النادي مش اختيار المدرب. معلش تاني فكرني مين اللي جه في اشرف بن شرقي، يناير؟ احمد رضا، جراديشار، مين تاني؟ ده نادي بس. وانت بتشوف ان هو ده الصح؟ الساعي. بتشوف ان هو ده الصح؟ لا مش هو ده الصح. ليه؟ لان هما يبقى انا كده فهمت، دول مش الليسته اللي هو ال4 5 لعيبه اللي انت تختار منهم. هو ما خلوش المدرب هو انت يختار خد ده صح؟ ماشي نفسك بده. تمام فهمت. لك طب والميركاتو الكبير بقى بتاع اخر السيزون ده عشان ما كانش فيه مدرب. كابتن اللي اختار هو كابتن محمد يوسف واللجنه، عشان ما كانش لسه، عشان كولر كان معروف انه ماشي وما كانش. طب ايه التاخير في فكره المدرب؟ ليه دايما بحس ان في تاخير في الاهلي بالذات؟ ان انت بيبقى معروف يعني، انت مثلا كولر لما جه مشي اكيد كان في قبلها بشهرين 3 الدنيا رايحه ان ايه، كولر ممكن مش هيكمل. فبالتالي النادي بيبدا يشوف وكلاء وسيفيهات ومدربين ويختار زي ما بنسمع، عشان تحسبا لاي حاجه عندي مدرب. المدرب بيمشي بعد نتيجه مثلا كبيره او اخفاق كبير، المدير الفني بيقعد كتير قوي قبل ما بيجي. ليه؟ من وجهه نظرك ليه ده؟ من وجهه نظري ليه؟ وايه اللي بيعطل الدنيا رغم ان انت بتقول انا شايف بقالي فتره قاعدين مثلا شهرين ما بندفعش دولارات، فده بالنسبه لنا كويس. طب ما احنا دفعنا مع كولر، ده كولر قعد 4 شهور تقريبا يقبض. اما بعد موضوع بعد مشكله العقد احنا بعد موضوع كولر احنا بقالنا شهرين بعد موضوع كولر يمكن او اكتر. وكنا بندفع فلوس اقل لريبيرو عشان القصه دي. فاحنا انهيناه، فاحنا مش هنجيب مدرب الا في توقف، يعني معروفه يعني هي سياسه ماليه بحت. لا هي انت مش قادر، انت مش عايز، بس انت بتحاول تعيش الناس يعني انت قادر. طبعا. انت تقدر بكره الصبح تجيب واحد تجيب مدرب، وتقدر تجيب دلوقتي حالا مدرب. طب ما انت بتعاني في الملعب اهو. هم بيشتروا وقت، بس بيشتروا وقت لحد اكتوبر. طب خليني اقول لك يعني بلاش الفتره اللي احنا فيها دي، المفروض الفتره اللي كان كولر ماشي فيها ده انت بقالك زي ما انت قلت انت بتحضر عشان كاس العالم للانديه وعمال تجيب لعيبه وتحشد يعني الفرقه جدا، ونسيت اهم واحد، نسيت اهم عنصر. احنا عندنا قناعه، والقناعه دي للاسف ما كانتش قناعه جماهير بس، كانت قناعه مسؤولين انه احنا جبنا لعيبه كويسه قوي، فاي مدرب عادي كويس هيمسك اللعيبه دي هيحقق بيها اي انجاز. فطبعا الكلام ده كلام بلح فارغ، كلام فارغ. المنظومه يعني مدرب يعني لعيبه يعني اداره للمنظومه. هو ده كلام بيتقال من اعلاميين او محللين او جماهير. الكلام ده كان فيه مسؤولين مقتنعين بيه والله. ده معلومه. ازاي انه اي حد هيمسك الفرقه دي؟ انت سمعت كم مره جمله لو عم حارس مسك ايوه، ما هو بقول لك ده الجمله الشهيره اللي بتتردد في يعني الجمله بتاعت الجماهير بره الاداره. لا انا اقول لك الجمله الرسميه بقى. لو اي مدرب كويس مسك الفرقه دي هيحقق بيها نتائج. مدرب كويس. بس مدرب كويس دي بقى يعني ما هو ما ده خلي بالك، هو في قرار يفسر الجمله دي ان انت رحت جبت مدرب ما عندوش تاريخ خالص، ما عندوش لا تاريخ ولا تجربه، وجبته على اساس ان هو هيعدل الميله وهيمشي مدرب كبير. مش مدرب كبير خالص، انت جبت اختيار فيه ريسك اكتر من 90%، والريسك فشل طبعا. هسألك سؤال كنا اتكلمنا فيه في حلقه قبل كده في البودكاست انا وكمال وعمر. فكره في مصر في مصر مش عموما، فكره مدير فني مشروع.
دي مفيش حاجه اسمها كده، تنفع هنا في مصر؟ مفيش حاجه اسمها كده اصلا. الحمد لله الحمد لله. لا مش مفيش حاجه اسمها مشروع. هو انت بتجيب مدرب على فلسفتك لو انت عندك فلسفه. لا انا بتكلم في ايه، يعني بيتقال احنا هنا في مصر الاهلي او تحديدا، يعني خلينا نتكلم في الانديه اللي هي الجماهيريه والانديه اللي بتشارك الابطال يعني. الاهلي والزمالك هل يستحملوا ان يبقى في حاجه اسمها مدير فني مشروع، اسيبه 3-4 سنين بدون محاسبه يكون لي فرقه وسكواد وبعد كده اجني الثمار؟ ما اللي انت بتقوله ده مش مدير فني مشروع اصلا. اقول لك إيه؟ انا مدير فني مشروع يعني ايه؟ فريق عنده هويه وعنده فلسفه ثابته، تمام، بيجيب مدرب عشان يحقق له فلسفته الثابته طبقا لهويته دي. ده مش الانطباع اللي متاخد لا. ليه يعني مش انا هجيب مدرب صغير في السن عشان يجرب فيها ويجيب لي لعيب. لا ده مش مدرب مشروع خالص. مدرب مشروع انا عندي فلسفه وهويه. بالنسبه للاهلي ما عندوش فلسفه ولا هويه. الاهلي هويته بتتكون بالمدرب اللي جاي. احنا لعبنا تحت الكوره وفوق الكوره. انت عمال تكسر حاجات احنا ما انا بقول لك احنا لعبنا تحت الكوره. احنا لنا حاجه شبه اللي هي الفرق الكبيره بتاعه ان انا عايز اكسب، انا هلعب لعب مباشر، انا لا بس الاهلي ليه، لا ثواني بس، الاهلي ليه هويه الفوز والانتصار ماشي طبعا. بس يعني انا بتكلم عن الهويه الفنيه، هويه لعب، هويه اللعب. مالناش هويه لعب. احنا هويه اللعب بتتعمل حسب المدرب اللي جاي. المدرب هو اللي بيحط يعني هويه الفرقه. واقعيا صح. انا ما فيش عندي هويه للفريق. يعني احنا مش مثلا برشلونه. لا برشلونه معروف انها بتلعب بلعب اللي والله لو يعني بيجيبوا المدير الفني اللي يلائم اياكس، برشلونه، ريال مدريد اللي هو اللي بيلعب لعب المباشر. ريال مدريد لو ما لعبش لعب مباشر ما بيكسبش. زي اللاتين مثلا. ريال مدريد مثلا واخد المدرسه اللاتيني بتاع من زمان من بدري. مع اي مدرب. مدرب اللي بيلعب عكس الكلام ده، او بيجيب المدير الفني اللي بيحقق له الهويه بتاعته بالظبط. اما بيجيب مدير فني عكس الكلام ده، يعني لما جاب له بتيجي في 2018 الدنيا فشلت فشل ذريع. ده ما كملش، ده قعد مفيش كملش 3 شهور. 3 شهور قصدي يا رب. كل فريق له كل فريق له هويه تكتيكيه وهويه فنيه في الملعب. احنا ما عندناش ده. مفيش نادي في مصر عنده الهويه دي. لا 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 الحاجات بقى لا ولا حتى الاسماعيلي طبعا. الاسماعيلي كان ليه بقى كان لكن مفيش نادي في مصر دلوقتي تقدر تقول ان ده النادي ممكن اللي بيلعب بالشكل. ممكن الانديه برضو اللي هي اللي فيها اكاديميات، اللي تحتها اكاديميات زي برضو فكره دجله. بس طبعا الحاجات دي حاجات يعني مفترض ان يبقى عندك هويه وهويه تكتيكيه وهويه فنيه والكلام ده. الاهلي ما عندوش. الاهلي احنا لعبنا مع كولر. احنا لعبنا مع كولر حاجتين. لعبنا مع كولر لعب متطرف هجوميا جدا، ولعبنا معاه لعب نمطي جدا ولعب متحفظ جدا. لعبنا مرتين. لعبنا مع موسيماني الاثنين برضه. رايك كيف موسيماني؟ لا مدرب كبير طبعا. انا شوف انا مش من فريق مش من فريق موسيماني خالص. انا من فريق موسيماني. لا انا مش من فريق موسيماني خالص. بس ده لا ينكر ان هو مدرب كبير طبعا. سؤال في النص كده، لو جه في السكواد ده، لا تجربه موسيماني يجي معاه مدير كرة جامد. لا هي تجربه بالنسبه لي غير قابله للتكرار خالص. غير قابله للتكرار؟ لا خالص. هو انت معلش بس في يعني دايما بيتردد اسم موسيماني لما بيجي في الاعلام. قلتها حتى الحلقه اللي فاتت، ان دايما بيبقى فيه نظره استعلاء. مدرب اقل مننا. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا انت ممكن تقول لا مدرب فلان لا مش على مستوى الاهلي او ما يقدرش او ما يحققش. موسيماني لا 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 ليه موسيماني ازاي؟ دايما في هجوم على بص هو مدرب. انا هسال كل الضيوف اللي تيجي نفس السؤال ده على فكرة. لو جه عندك الفتره دي ممكن يكسر حاجات في اللي هو حققها. فانا انا احب احتفظ بالصوره بتاعته الكبيره اللي هو كان موجود فيها. انا ما احبش لو قررت الراجل ده لما اتحط في ضغوط كبيره شويه لا فكت جدا. فهو مش مدرب الاتيتيود بتاعه يشتغل بدون ضغوط، تقفل عليه الفرقه وتشتغل بدون ضغط، انما هو ما استحملش ضغط الاعلام وما استحملش ضغط الجمهور. وكان في عنده الحته ضغط الاعلام ده جه امتى؟ لما كان عنده نوعا ما مشكله في اول سنه في الدوري. لان هو في ثاني سنه على فكره زي ما بيقول ما كانش عنده مشكله في الدوري على 7 ماتشات كسب طبعا. لان هو كان سايبك وانت اول الدوري، او خلاص الماتشات مأجلة هتكسب، لو كسبتها تبقى فرق 6 نقط. فالسنه الاولى بس هو كان عنده مشكله في الدوري، لكن غير كده هو كان مكسر الدنيا في افريقيا وفي كاس العالم. لا هو مكسر الدنيا. عمل لنا حاجات انقذت حاجات كتير جدا عندنا في وقت من الاوقات. النادي ده لو كان خسر افريقيا مثلا 2020 كانت الدنيا باظت. يعني طبعا خلاص كان ريسك كابتن محمود الخطيب ده جه انقذ وقت صعب جدا. ومدرب طبعا انا يعني
له كل التقدير، بس انا يعني زي ما انا بقول لك، هو تجربته لو اتكررت لا هتاخد منه هو. طب مين المدير الفني في يعني في الاسامي اللي كانت موجوده الفتره الاخيره ممكن يجي دلوقتي واحنا مش عارفين مين المدير الفني؟ لسه بيتردد اسم فيشر، بيقولوا انه خلاص يعني بيخلص. انت بتسالني السؤال ده عارف ان انا اقول كولر طبعا. ايه؟ انت عارف ان انا اقول كولر طبعا. كولر بس؟ كولر بس. فايلر لا؟ لا 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 لا، كولر بس. حسام البدري لا؟ حسام بدري لا. انا بقول لك الاسامي اللي هي بتتقال بالظبط. لا انا مش من فريق بدري برضه. انا في مدربين كده مش هتلاقيني من الفريق بتاعه. ولا انا بصراحه. رغم ان انا برضو ممكن انا فايلر ممكن اعصر على نفسه عشان هقول لك حاجه النادي بس. انا من ايام تسوبل وهولمان في التسعينات يمكن ما فيش حد قدم كرة قويه لفترات كبيره ومش كرة براجماتيه خالص، كرة غير حسام بدري. احنا في 2012 قدمنا كرة قويه جدا وكويسه جدا، من احلى النهائيات اللي اتلعبت في 2017 قدمنا كرة كويسه جدا. بالظبط. ما عدا النهائي، يعني الموسم كله كان الاهلي كويس جدا. لا بتكلم على الدوري كمان. انا بقول لك الموسم كله الاهلي كان متفوق جدا، جه ماتش النهائي هو اللي كان الكارثه بس. كانت صدمه بصراحه. لكن برضو يعني ده انا بتكلم في مدربين مصريين طبعا. جوزيه بره بره التصنيفات، قاعد لوحده، ده قاعد فوق لوحده. لا اقول لك على حاجه. كولر لو كان كسب ماتش باتشوكا كان عدى جوزيه. طبعا الماتش ده. بص هقول لك على حاجه، يعني هختلف معاك بس في دي. جوزيه هو مدير فني خاص عند الجمهور الاهلي، عشان فنيا واداريا وكان ماسك لعيبه يعني اقوى سكواد. لعلمك كولر هم بص، انت عشان تبقى مدرب شخصيه كويس مختلفه عن لازم تبقى مدير كويس. كولر كاريزما جدا. كولر كان مدير كويس جدا، بس هي ليه فكت؟ مفيش حد زي جوزيه من وجهه نظري. هي ليه فكت؟ هي فكت عشان انت فكتها. انت الناس اللي كان الراجل انت فكتها. هو يعني انا وجهه نظري اول مسمار في نعش الفتره اللي حصلت في الاهلي دي حفيظ، ان انت بتمشي كابتن سيد حفيظ وانت كسبان كل حاجه عشان تجدد الدماء. انا يعني ما بتكلمش على اسامي، يعني كابتن خالد بيبو يجي في اي وقت عادي مفيش مشكله، بس انت توقيتي انت بتمشي فيه لا هي ما كانتش قصه تجديد دماء خالص. لا انا بتكلم اللي اتقال في البيان بتاع الاهلي ده انه كده هو في حاجه بره، صح؟ في حاجه طبعا، كواليس بره، في كواليس كتير. ايه هي المشكله اللي كابتن سيد بينه وبين كابتن خطيب؟ يقال ان دي كانت مشكله بينه وبين كابتن خطيب، ولما راح قعد الاسبوع. المعلومه الوحيده الاكيده اللي اعرفها واللي كابتن سيد حكاها انه رايح بيقدم التقرير النهائي بتاع الموسمين او اخر موسم، فقالوا له مع الشكر، الف شكر. قالوا له الف شكر، يعني مش بدون مقدمات خالص. ما كانش في اي مقدمات. وانا ما اظنش ان كان في حاجه بينه وبين كابتن خطيب واضحه. يعني اتقال مشكله احمد ابو عبله لما مش عارف عمل كان رجع لعيب مش عارف ايه، وسيد ما اعرفش عنفه ولا مش عارف، يعني اتقال حاجه شبه كده. اتقال انه يا جماعه ده مشي قصاد مرتضى. اتقال حاجات كتير قوي، بس الحاجات دي ما فيش لا صحه ولا خطا. ما حدش يعرف فعلا، ما حدش يعرف خالص. دي حاجه وحيده ما لهاش كواليس يمكن. بس فكره ان انت تكون في قمه هرم النجاح وتمشي، لا، ومش هرم نجاح عادي وبدون اسباب يعني اصلا. كابتن سيد عبد الحفيظ كاركتر زي كده. بنتكلم فنيا جوزيه قاعد لوحده، كابتن سيد عبد الحفيظ قاعد لوحده. الناس اللي موجوده في النادي اللي ما بتعملش حاجه واللي بتسيء في عملها بتترقى يا جماعه. فانت الراجل اللي ناجح تمشيه؟ لا، انت بدليل ان انت وانت عندك مشكله دلوقتي لما لقيتها قافله خالص، انت لازم يرجع. هي كده المفروض كده. هو انا هروح للنكست ستيب او هلم الدنيا ازاي غير بناس الكفء؟ ما هو لما الدنيا تضرب تعالوا يا ناس يا كفء رموا، انما لما الدنيا ماشيه فاي حد من اهل الثقه يشتغل. هي ماشيه كده يعني. هي مش عارف دايما بيتصور في الاهلي ان الموضوع يعني مفيش كده في الاهلي والدنيا ماشيه سيستماتيك واصحاب الكفاءه بس هم اللي موجودين لا مش كده للاسف يعني. لا للاسف. اذا ما كانش الناس من اهل الثقه، حتى لو هم اهل كفاءه يعني، بس اذا ما كانوش من اهل الثقه ما لا بيبقى فيهم علامه استفهام وبيبقى فيه. طيب خلينا يعني في اخر حوارنا اسالك سؤال. لو في مدير فني انت شايف ان هو ممكن يبقى مناسب للفتره دي للاهلي، ممكن يبقى مين؟ كتير كتير قوي. قول لي 2 مثلا.
آه، في مدرب وهل لازم يبقى سي في قوي قوي ولا زي ما لا بنجيب مش الفتره لازم، الاخيره مش معروف؟ مش لازم. المدرب اللي يمسك الاهلي، هو انت مش محتاج مدرب اكتر من مدرب. بالصداع بتاع يكون النجوم يكون الكتير اللي لازم يلعبوا. مدرب تكيفي، مدرب يقدر يشتغل بالمجموعه اللي موجوده بالشكل اللي لازم. يبقى مدرب عنده شخصيه قويه. يبقى مدرب بيعرف ينصب سيستم، يعمل سيستم، بس مش محتاج اكتر من كده. مدرب خد بطولات عشان يبقى عارف يعني ايه بطولات. بس مهمه، لان من ضمن الحاجات اللي قالوها على فيشر ان من ضمن العلامات الاستفهام اللي كانت عليه انه ما بيكسبش مثلا اكتر من 14 ماتش. لا النقطه دي برضو اصل انت يعني انت لازم مش تقيس. انا بقول لك يعني اللي بيتقال اللي بنسمعه دايما. هو يعني اكتر من مش في عارف حد في اوروبا بيكسب 14 ماتش؟ اشمعنى اصلا 14 ماتش؟ يعني اشمعنى 14؟ في حد يعني اصلا هل لو 15 هيبقى تمام؟ اه هل هو بقى 16؟ هو في حد في اوروبا بيكسب 14 ماتش مفيش بالتالي؟ حد. صعب قوي يعني. فالفكره انه في اسامي كتير. انا في مدرب انا بحبه، مدرب الغرافه بيدرو مارتينيز، ده ممتاز جدا. في كارلوس كارفالهال برضه مدرب، انا بحب المدرسه البرتغالي. تمام. انا في وجهه نظري من اكتر المدارس اللي نجحت مع ما ينفعش في المدرسه في مصر. في مصر مش مع الاهلي بس، لا في مصر ما ينفعش المدرسه الا المدرسه البرتغالي. او اكتر مدرسه معرضه للنجاح. تمام. لكن في مدربين والله تانيين كويسين. فيشر اللي هو رافائيل اقرب ويكي حد، رافائيل ويكي السويسري ده برضه كويس. كنت كتبت عنه مره قبل كده. وفيشر زي ما بقول لك يعني شو وفيشر- اقرب حد. أرسنال هل فيشر ده مناسب للاهلي؟ والله السكواد كويس. ده؟ كويس مش وحش. مش طب هل في مدير فني منهم محتاج مدير كوره قوي؟ محتاج. بص انا عايز اقول لك حاجه برضو كويس انت ذكرت دي. في خلل كده في السيستم في النادي. يعني في عدم انضباط فني في الملعب، وفي عدم انضباط، مش عايز اكبرها واقول عدم انضباط سلوكي، بس في فكه كده في اوضه اللبس في الاهلي. اوضه اللبس في الاهلي فيها فككان، فيها كابتن حاجه وليد مش اظن يعني بيحاول يلم الدنيا دلوقتي شويه. الله اعلم هيقدر يعمل ايه كابتن وليد. طبعا الناس المخضرمه يعني. بس الموضوع اعتقد ان هو لو اتلم او لو حصل انضباط، الانضباط ده هينعكس على طول في الملعب. بس دي حاجه صعبه مش حاجه سهله. يعني ممكن وارد هتاخد جدا وقت. وارد جدا اصلا الكابتن وليد ما يعرفش يعملها. مش لازم يكون عارف يعملها، لانه قصه النجوم الكتير وقصه الفلوس الكتير اللي دايما الناس اللي جايه والناس اللي رايحه عاملين حسابهم، ده انا عايز اعدل عقدي، ده انا عايز اعمل مش عارف ايه. في وضع او في اوضاع انت ممكن ما تكون شفتها في الاهلي في فترات كتير قبل كده. تمام. طيب انت كان في حاجه مثلا عايز تتكلم فيها واحنا ما اتكلمناش فيها؟ مش عارف. سؤال قلت انا الفكره بتاعت دخولي او انا دخلت مجال الكوره ازاي. دخلت مجال، او السبب ان انا دخلت كان اختي الله يرحمها كانت في مره من المرات قبل ما تتوفى بكام شهر. كنا بنتكلم انا وهي، فبتقول لي انت اللي انت بتعمله في القصه بتاعت الكوره دي، لا انت لازم تشتغل في حاجه ليها علاقه بالكوره. فقلت لها اشتغل يعني ايه اشتغل؟ يعني انا وقتها ما كانش في دماغي اي شيء اصلا عن فكره الشغل. تمام. فهي اللي نبهتني ولفتت نظري للقصه دي. يعني لا انت لازم تشتغل، لازم تشوف لك صرفه وتشتغل في الكوره، مش ما تسكتش على القصه دي. فانا لما هي توفت الله يرحمها اخدت الموضوع بجديه. ده كان السبب ان انت ده السبب الرئيسي. لازم تبقى السبب الرئيسي. دافع كبير جدا ان انا لازم احقق حاجه. ومن بعد ما رحت بقى اشتغلت الشغل اللي هو بتاع القاهره ده، اللي هو كان هنا في القاهره ده، اللي هو كان في الشامبيونز. انا خلاص حياتي اتغيرت. الكارير بتاعي كله اتغير من المحاماه الى التحليل. رحلتي من المحاماه الى التحليل. يعني انت يعتبر سبت انا يعتبر بنسبه 90% مثلا. يعني حتى انا معظم شغلي صفيته، مبقاش عندي الا حاجات خفيفه خالص ببشرها من بعيد. يعني سؤال كده يمكن دلوقتي جه في دماغي، هل انت كمحامي ممكن تبقى وكيل لاعبين سهله يعني، ولا هي علاقتها ما فيهمش لينك في بعض؟ هي علاقتها مش بعيده، بس كون ان انت تبقى وكيل لاعبين هي دي بقى محتاجه بقى تبقى ليسنس. انا بتكلم انت يعني انت كمان عندك. لا عادي. لا عادي هتساعدك يعني. ممكن تساعد، بس عادي اي حد ممكن يخش ياخد رخص الوكاله عادي. بس انا المجال ده يعني ايه لحد دلوقتي هو بعيد عني شويه، او انا بعيد عنه. في ناس ممكن تفكر فيها ان ده من اسرع الطرق اللي يعني تخليك تعمل مثلا فلوس. انا لو كنت عايز اعمل فلوس من بتاعه الوكاله دي كان زماني شغال فيها بقالي، خصوصا ان انت مثلا انت في لعيبه مثلا عندك. لا في ناس كتير بتثق في رايي، في ناس كتير جدا بتكلمني تطلب رايي في لعيبه.
كتير جدا بره الاهلي. بره بره الاهلي نفسهم في مم. فتره من الفترات كان في حد بيكلمني بشكل مباشر عشان ياخد حد رأي ما في ينفعش اسم. يعني لانه كان ماسك منصب وقتها يعني. تمام. فكان بيكلمني عشان اللعيبه اللي بتتعرض بياخد رايي فيها بشكل مباشر بشكل رسمي يعني. حد في مجلس اداره؟ لا مش في المجلس، كان في التعاقدات. تعاقدات. اه تمام. تمام. نقول ولا لا خلاص بقى. خلاص تمام. خلاص بقى. تمام. انا اتشرفت جدا بيك يا حبيبي كابتن يا عبد اشرف، الله الحميد، يخليك. ومبسوط والله ان انت موجود معانا في الحلقه دي، ويعني نتمنى تكون انا مبسوط والله كنت بيك مبسوط معانا وقلت والشباب كل اللي انت عايز تقوله. نوعا ما احنا رغينا كتير قوي. يعني شويه. لا بس كان الوقت بصراحه انا ما حسيتش بيه خالص، يعني حتى مش عارف الوقت قد ايه، بس يعني اتمنى ان احنا كمان نكررها اكتر من مره والله. ان شاء الله باذن الله نبقى موجودين معاكم باذن الله. اتشرفت الله. جدا شكرا بيك. يا اشرف، الله يخليك. مبسوطين جدا ان احنا كنا في اول حلقه معانا كابتن عبد الحميد المحمودي، السكاوت الشهير ومحلل الاداء الشهير، والراجل كان في تيم مارسيل كولر المدير الفني السابق انا في تيم للاهلي. تالنت دلوقتي يا عم. وطبعا معانا انا والله مش عايز اقول عشان ما يقولوش ان انا بعلن هنا. طبعا بيشرفنا طبعا يعني من الانستراكتورز اللي موجوده معانا في تالنت اكاديمي، بيقدم كورس خاص بالتحليل الاداء والسكاوتنج، يعني مكسر الدنيا ودايما في نجاح ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. شرفت جدا بيكم، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده وضيف جديد مع بودكاست بالون دور.